دكتور أحمد. يا دكتور سامعني؟ سامعك زي الفل. ممتاز. تمام كده، أنت قاعد واخد عايش. وضعك وجاهز لركوب الزحليقة. يلا جاهز بينا. تطلع على المسرح. احنا دي طلعنا أهو. لا انا طالع على المسرح. أنا طالع على المسرح من زمان. اه. يلا الحمد لله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه عايز اشكرك ممكن. على الدعوه دي. على الله الدعوه. الله الله لما قلت يخليك. يعني على قد ما انت عارف ان انا يعني ما كنتش يعني عايز ابقى يعني ابقى تشوك كده قوي، لكن كنت مبسوط ان بالدعوه. أنا عارف إن أنت آه. ما بتحبش الأضواء. لا. لا يعني. بتحب لايفات الفيسبوك بس. بالظبط كده. فشكرا على الدعوه الكريمه. العفو علي، ده أنت منور. أنا بس هعمل انترو سريع الله يخليك. وبعدين نقدر اتفضل. نبتدي مع بعض النقاش الحاد. اهلا وسهلا بكم. اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من دوري بودكاست. النهارده الحلقه مختلفه خالص، بتاخد السسبنس المستوى تاني تماما. هي حلقه جامعه ما بين قوه الاراده وقوه الشخصيه والتحدي والعزيمه، وفي نفس الوقت قبل كل شيء توفيق الهي غريب. دايما زي ما بنقول ان الحظ السعيد بيلاقي صاحبه. لازم صاحبه يبقى جاهز عشان لما الحظ يضرب على بابه يبقى قادر ان هو يتعامل معاه، وقادر ان هو ياخد زمام المبادرة، وقادر ان هو يكون على قد اللحظة. قصتنا يمكن ابتدت مع ضيفنا النهاردة بشغف غريب، بلغة يمكن مش شائعة في مصر، وهي اللغة البرتغالية. الشغف ده ابتدى معاه من ايام ما كان في الجامعة، وبعدين خده لبعيد لبعيد. خده على مستوى 5 قارات، بداية من افريقيا، راح اوروبا، بعدين راح لاتين امريكا، بعدين راح اسيا، بعدين النهارده بيكلمنا من السنترال بارك في نورث امريكا، امريكا الشماليه. اهلا بكم في الحلقه الرابعه من دوري بودكاست تحت مسمى The Vet Who Chased His Heartbeat. معانا لايف إسابة ستوديوز proudly presents دكتور أحمد محسن. أهلا وسهلا يا دكتور أحمد. اهلا بيك يا سيدي، اهلا بيك. إيه الأخبار؟ الحمد لله. ايه الموضوع ده؟ انت والله انت عديتهم 5 قارات. انا لما لقيت 5 قارات قلت يعني ما رحتش غير بعد انت لما عديتهم طلعوا صح. خمسة. انا هم ايوه خمسة. صح. يا اسيا باشا، صح. كل شيء مدروس بعناية لا تقلق. ماشي يا المهم، سيدي. المقدمة إيه رأيك فيها؟ تسلم يعني. أنا مش بص الحمد لله انا يعني يعني انا احسن اكتر حاجه عجبتني ان انت تكون مستعد لل يعني مستعد للقدر او مستعد للفرصه. دي فعلا اهم نقطه، ممكن تكون هي دي محور اللايف بتاع النهارده يعني دي نقطه مهمه جدا. ده حقيقي فعلا. عايز ابتدي معاك بقى من الاول خالص. هو ايه قصه، امم ايه اللي سحلك السحله دي في البرتغال؟ بص، هي انا اولا بحب اللغات، يعني انا عامه بحب اتعلم لغات. يعني احنا طبعا كلنا في الكليه في المدرسه اتعلمنا خدنا الانجليزي، وبعدين بناخد لغه تانية كانت على يمينا. انت فاكر كانت طلعت موضه اللغات الاخرى، بس انا كنت واخد فرنساوي عادي يعني برضو تمام. تراديشنال يعني. وكنت بس انا اهتميت بفكره ان انا بعد المدرسه، بعد ما خلصنا المدرسه ودخلنا الكليه كنت مكمل يعني مكمل. كنت بروح المركز الثقافي الفرنسي واسمع افلام واروح يعني مش اسمع افلام، اروح سينما هناك، يعني السينما، واتعرف على الناس وكده وامارس اللغه. ومن وانا هناك كنت وبحب القراءه، يعني انا بحب القراءه جدا. فكنت بقى يعني دلوقتي ما بقتش زي الاول يعني، بس لما كنت من وانا صغير خالص، من عندي 6 سنين وانا بقى ف... فكنت مهتم كان اول قصه اشتريتها كانت ب 20 قرش. ب 20 قرش كانت امي ادتني المصروف بتاع المدرسه، وقالت لي بقى تقدر تروح تشتري القصه يعني. فاشتريت قصه سيدنا موسى. المهم راح الراجل، الست ادتني ابله زمزم بقى اسمها زمزم، ادتني قصه اسمها موسى بن نصير. موسى بن نصير، انا طبعا فتحت القصه وقعدت اقرا في سنه اولى، اولى مدرسه يعني. ما فيش موسى خالص، سيدنا موسى بتاع العصا وبتاع، ما فيش الكلام ده. مفيش بحر، مفيش عصايه، مفيش مفيش اي حاجه، عصا مفيش فرعون.
مفيش. لقيت قصه، كل فرحت والدتي قلت لها القصه دي ايه ده، قالت لي ده موسى بن نصير، ده واحد تاني اسمه موسى، ده واحد فتح الاندلس يعني. فالقصه كانت عبد الحميد جودة السحار، سلسله، السلسله الرابعه بتاعه المسلمون في اوروبا، العرب في مهم. اوروبا. مهم. فكنت مهتم بقى من وانا صغير في القراءه ان انا يعني ايه، يعني اقرا كتير. ومن ضمنها عن اوروبا وعن العرب في اوروبا وقصه اوروبا وكده. فكنت مهتم لما درست الفرنساوي، كنت بقى عايز ادرس لغه كمان. فكنت قلت ادرس اسباني، لان انا اندلس بقى كانت واخده جزء حيز من تفكيري، الاندلس. وبعدين كنت اتعرفت على بنت ظريفه كده في معهد الثقافي الفرنسي. فبقول لها ادرس فين اسباني وكده. قالت لي لا، طب طب ما تدرس برتغالي. قلت لها ادرس برتغالي ليه يعني؟ البرتغالي ده ما اعرفش يعني ادرس برتغالي. فهي قالت لي لا لا لا، في عندنا استاذه جديده وجايه وشاطره وكده. فرحت ألسن. هي بتدرس في ألسن، هي كانت البنت بتدرس، ساره اسمها، بتدرس في ألسن. قالت لي لا، روح واسالها وكده. ففعلا رحت واتكلمت معاها، هي بقى بتتكلم فرنساوي الاستاذه دي. فالمهم يعني خدت الخطوه بقى ان انا خلاص بقيت بروح ألسن. وفعلا بدات بدرس مع الطلبه، يعني بدرس مع الطلبه بالظبط، يعني بروح بقى المحاضرات مع الطلبه وادرس دراسه عاديه تماما كاني طالب، لدرجه ان الاستاذه نفسها هي استاذه برتغاليه. وانا شاطر بقى الحمد لله يعني. فايه بعدين بتقول لي غريب انت بعد اول سنه يعني انت ما بتجيش الامتحانات ليه؟ قلت لها لا، انا ما بخش امتحانات يعني، أنا بدرس بس كده. هي كانت فاكراني، قالت لي طيب اوكي حلو ان انت هتدرس. هي فاكراني طالب في ألسن. انت عارف ألسن بيبقى عندهم لغه اولى ولغه تانية. صحيح. وفاكراني بقى انا باخد مثلا اللغه دي كلغه اكسترا، يعني فاهم، لغه اكسترا. مهم. وبعد كده بعد مهم. سنتين اكتشفت ان انا اصلا مش في الكليه اصلا. يعني انا مش كمان مثلا طالب بدرس لغتين تانيين وبعدين باخد، لا يعني انا اصلا بدرس. فدي كانت اللغات، يعني الفكره كلها جت هنقول ايه، مش قدري، هي قدر طبعا، فيها قدر كبير. ولكن ان انت بتحب اللغه ومهتم وعايز تدرس حاجه، فتلاقي الطريق فتح لك. هو دي الفكره يعني. انا دايما حياتي كلها كانت عباره عن طريق بيتفتح. انت بس بتبقى بتمشي في طريق وتلاقي باب وانت ماشي كده تلاقيه فتح فتخش بقى يعني. يلا توكل على الله. يعني سبحان الله، اختيارك للغة البرتغالية كان اختيار قدري بامتياز. اه يعني احنا قبلها سبحان الله، قبلها بكم، يعني يمكن انا كنت معانا زميلنا في الكليه كان بيحب القراءه فعلا. وكان هو كان مديني كتاب في البرتغال، نشأة البرتغال. وكان هو عارف ان انا بحب الاندلس وكده، فاداني الكتاب ده ورجعنا كده. بعدها مفيش بايام كنت انا بدرس برتغالي. اه فيعني مهم. هي فعلا قدريه قدريه يعني. ده الكتاب ده اللي هو بتاع هنري البحار وفاسكو دي ألميدا وباسكو دي جاما بالظبط كده، واخوانه بالظبط. واخوانه. بالظبط بالظبط. عثمان سيري، لو الناس يعني زملائنا بقى اللي في الكليه 2010 ممكن يبقوا عارفينه، كان هو بيحب القراءه جدا واداني الكتاب ده. وبعدين انا رحت بقى دورت على بيت الكتب بنفس السلسله دي وقريتها. بس يعني كانت حاجات بتبقى متربطه ببعض، يعني حبك للقراءه بيفتح ليك مجال ان انت تبقى تتعلم لغات، لان انت بتحب شغف برضو يعني. انا ما كانش في دماغي خالص ان انا اسافر حتى اسبانيا. بس انا قلت انا اكيد اكيد في يوم من الايام انا هروح الاندلس، اروح اتفسح فيها يعني. ف أكيد. واي نوت يعني ان انت تتعلم لغه تبقى. انا من الناس اللي ما بتحبش تروح تبقى اعمى، يعني انا مثلا، يعني انا عشان فكره ان انا اروح بلد ما اعرفش اتكلم فيها لغه خالص، ما فيش تواصل بين الناس، صعب. وانا مش من الشخصيات اللي تحب، يعني انا مثلا على عكس مثلا نمشي في الشارع انا ومثلا زوجتي مثلا، انا ايه، انا ممكن اسال اي حد عن اي حاجه، ممكن ايه تفتح التليفون. انا احب على طول ان انا ايه، كونتاكت، بيرسونال كونتاكت، افتح. ها فين، تتواصل منين مع يودي، الناس. منين يودي على فين، مش عارف ايه. ممكن حد تاني يفتح شات جي بي تي ويفتح الماب ويدور ويرز مش عارف ايه. لا انا احب الناس، يعني احب اتعامل مع الناس على طول. وده شيء جميل جدا. وهل ده كان ليه انعكاس على اختيارك ان انت بعد ما تخلص الكلية تختار مجال البيتس؟ اه يعني بص، هو مجال البيتس انت عارف انا في الكليه لفيت على كل اقسامها تقريبا. يعني انا مصاحب دكاتره السمك، دكتور علاء يعني ربنا يديله الصحه ويمسيه بالخير، و... والفسيولوجي والدواجن والابقار. يعني انا لفيت عملت تور كده
تمام. يمكن صحابنا اللي من دفعتنا عارفين انا عملت تور كده، لفيت على كل يعني دخلت اتدرب وتشوف كل الاماكن. يعني انا عشان كده بنصح الناس انك ما تاخدش اكشن الا لما تكون لفيت على كل حاجه عشان تعرف شغفك فين. في سنه، في نفس الوقت اللي بدات اتعلم فيه لغات، يعني البرتغالي، كنت دكتور حسين قعود في الكليه عرفني على دكتور عزيز. دكتور عزيز ده كان شغال في عياده ادفانس كير فيت كلينيك عند دكتور عادل عامر. هو فرحت واحنا في سنه ثالثه يعني. رحت العياده، فكانت عياده ما شاء الله. يعني هي العياده بعد كده اشتغلت فيها. يعني عياده من اسمها ادفانسد ساعتها وشيك، والدكتور هو مصري امريكي والستايل امريكاني في التعامل وفي العلم وفي العمليات حاجه كانت ادفانسد طبعا. ايامينا احنا الكليه ما كانتش فيري ادفانسد. النهارده دلوقتي الدنيا طبعا متطوره كتير، الكليه فيها حاجات ما شاء الله يعني متطوره جدا واجهزه صحيح. متطوره. صحيح. لكن ساعتها كانت العياده دي كانت فيها اجهزه وفيها نظام التعقيم والعمليات، كان حاجه متطوره قوي. فده اللي خلاني يعني حسيت بقى نفسي كده. كنت صاحبت الدكتور عزيز، دكتور محمد دلوقتي في امريكا هنا. يعني وبدات انسجم اكتر مع الموضوع بعد ما انا لفيت. في الوقت ده كنت لفيت على الدواجن وعلى الافقار وعلى الاسماك، ويعني عملت تور كده جميله. لكن ساعتها بقى قررت لا خلاص، انا هخش مجال اكتر سمول انيمال، لاني يعني حسيته يعني مرتبط او مشابه للي انا عايزه في حياتي اكتر. انا بحب الحياه اللي فيها بني ادمين، حياه المدينه اكتر. بالرغم ان انا بحب اتفسح، بس انا بحب في التعامل اليومي حياه مدنيه اكتر يعني. فده كانت وده كان هنا في الوقت ده، في الوقت ده لما دخلت العياده دي، هي دي كانت خلاص بدات هي دي المنطقه او الوقت اللي انا قررت ان لا، انا صحيح جربت كل حاجه تانية، بس انا هرتبط اكتر بالسمول انيمال. لا، والارتباط كان ايه؟ ارتباط قوي. لايف تايم كوميتمنت زي ما بيقولوا. لاني انا كمان لما يعني مش عارف هتسال او انت تبقى تسال، يعني ده لما انا حبيت اعمله. انا بقى دايما احب اعمل الحاجه زي ما بيقولوا ايه، زي اعملها صح، او يعني اخد الطريق الطريق ممكن يكون صعب، ولكنه الطريق الاكثر عمليه ان انت تتعلم صح. عشان كده انا لما اتخرجت من الكليه كنت عارف ان انا عايز اروح اتعلم بره. اخد الموضوع يعني اخده انترنشيب. انت عارف انترنشيب تقعد سنه وتتعلم وتتدرب. صحيح. مش تاخده مجرد ان انت يعني ايه تشوف الاخرين بيعملوا ايه. لا، انا عايز اخش في زي بالظبط البشري ما بيعملوا النيابه والتدريب لمده كبيره. وبالتالي صح. انا خدت الطريق ده، ان انا مش زي معظم زملائي مثلا اتدرب كام شهر. كانت على ايامنا كانت الدنيا صعبه حتى. لا، انا سافرت بره عشان اتعلم، عشان اخد قبل ما احط ايدي على الحيوان بجد واخد منه فلوس. لا، اروح اتعلم صح صح صح، وبعد كده اخد فلوس اللي انا عايزها او اشتغل واخد راتب وانا مرتاح. صحيح. على حته موضوع اوروبا ده انا هسالك عليه السؤال الجاي. بس قبل ما نسال احنا عايزين نقول انا شايل لك مفاجأتين. مفاجأتين بقى ايه طرش في اخر آه. الحلقه. خليهم ماشي. في اخر الحلقه دول. تمام. الناس اللي بتتابعنا دلوقتي انا عايزكم تكتبوا لنا انتوا بتتابعونا من انهي بلد بالظبط، من انهي مدينه، يا ريت. ولو عندكم اي اسئله تقدروها عايزين تسالوها الدكتور احمد محسن، تقدروا تسالوها في التشات بوكس. آه، سواء كنت على اللايف على الفيسبوك او كنت على الزوم. اول مشارك عندنا بيقول من الامارات، مصر، الجيزه. احلى حاجه الجيزه عزيزه. مصر، الشيخ زايد. ده انت بريت وبتلبس جلافزات وحاجات كده. انت أصل الشمس هنا. انا كنت قاعد متصدر الشمس بدأت تنزل ولا ايه مش عارف. كيس ايه كيس ايه مصر، الرياض، اسوان، اسماعيليه، ما شاء دبي. الله ما شاء الله. ما شاء الله ممتاز. الشيخ زايد، الزقازيق، المنصوره. الجمهوريه كلها بتتابعك يا دكتور احمد مصر. الجمهورية يا عم والله. لا، هم اكيد بيتابعوا اللايف بتاعك. انا عايز اقول لك ان انا
يعني بعتذر انا لحد النهارده لما انت دعيتني قررت ان انا ما اتفرجش على اي حلقه، عشان تبقى زي ما بيقولوا كده ايه، يعني بالنسبه لي انا ما اعرفش انت بتسال في ايه ولا بتتكلم في ايه. قلت كده كده لما اعمل الحلقه ابقى اطلع ارجع اشوف الثلاث حلقات، اظن ثلاثه، اللي في الثلاث حلقات صح كده ثلاثة مظبوط. فعلا صح. نعم. ثلاثة. فانا قلت مش هتفرج عليهم الا بعد ما اطلع، عشان ما ابقاش زي ما بيقولوا بايست، يعني ابقى مفيش عندي تحيز، ولا عندي عارف انت بتسال في ايه ولا بتعمل ايه. عايز صحيح الحاجه صحيح كلها زي ما قلت لك، انا عايز الاسئله يعني عايز تبقى ناتشرال كده، اجابات ناتشرال، والدنيا تبقى ناتشرال خالص. صحيح. انا انا عايز اقول حاجة بالمناسبة دي. انا عارف ان انت من اول ما انا تواصلت معاك انت كنت حريص جدا انك تبقى ناتشرال الى ابعد درجة، وتبقى تلقائي الى ابعد درجة، وتبقى صريح وواضح الى ابعد درجة. هو انا حتى بحب كده ايفن، في الحياه. صحيح صحيح، حتى ايفن احنا الطبيعي بتاعنا ان احنا بنعمل الهاند شيك ميتنج مع اي حد، وبنقعد نرتب سكريبت يعني الاسئله والاجابات وكده، عشان الدنيا ما تاخدناش يمين وشمال، ويبقى في ستوري لاين واضحه يعني في البودكاست. بس انت كنت قايل لي لا، انا حابب ان انا اعمل اللي انت عايزه، اسال اللي انت عايزه، ما تراجعش معايا اسئله، انا حاسب ان انا اطلع تلقائي، ودي حاجه انا قدرتها فيك جدا. بالظبط احنا معانا كمان من المنصوره، من اسكندريه، من بني سويف، الفيوم، الغربيه، اسيوط. ما شاء الله. كل اللي يخش جديد يقول لنا بقى هو بيتفرج علينا منين، وتعالى بقى نروح مع بعض، نطلع من اول قاره نخش ايوه. ايه تاني قاره. تاني ازاي سافرت قاره. ازاي سافرت اوروبا، وليه اخترت بالذات فرنسا؟ هو الاول كانت البرتغال وفرنسا ال- وبعدين فرنسا البرتغال. بص البرتغال هو وبعدين. انا اوريدي انا قلت ايه، يعني انا استخدم دايما أنا بستخدم التولز اللي انا امتلكها يعني. يعني دايما انا بيقول لك رحم الله امرئ عارف قدر نفسه. اوكي. بمعنى انا بتكلم، لو احنا بنتكلم ان انا اعمل تكمبيت مع ناس من العالم كله بيتكلم انجليزي، هتبقى الموضوع يعني ايه، يعني انا وانا ابعت لجامعه، انا حبيت قرر ان انا خلاص اروح مستشفى جامعي، مستشفى يكون فيها انترنشيب، روتيشن انترنشيب، مش شهر ولا اتنين، لا الروتيشن انترنشيب دي بتبقى تقريبا 9 شهور. تمام. يعني سنه. بتاخد بقى تخش على كل الاقسام. فانا قدمت في البرتغال، قعدت اقلب في كل الصفحات بتاعه المستشفيات اللي بتقدم يعني مش كل المستشفيات بتعمل انترنشيب، يعني المستشفيات لازم تكون مستشفيات تعليميه. صحيح آه، و- او مستشفيات كبيره، يعني بتبقى انستتيوشنال شويه، فاهم، يعني بيبقى فيها اقسام وفيها ناس متخصصين. تمام. عشان تعمل انترنشيب ده. آم، فقدمت في البرتغال وقدمت في فرنسا، وبعدين جات لي البرتغال. انا فاكر ان انا عملت يعني جالي الدكتور لويس عمل معايا يعني انا قدمت كل ايميلات. عارف ايامينا احنا كنا بنعمل سيرش نت، ومفيش بقى شات جي بي تي ولا بتاع، تخش على كل، تشوف المستشفيات بتاعت كل جامعه، بتاعت كل منطقه، وتخش تشوف جواها وتفتح السايت وتشوف هم بيقدموا الانترنشيب ولا لا، وتاخد صحيح الكونتاكت وتبعت ايميلات ايميلات ايميلات. وجالي الايميل ان هو مبدئيا موافق، بس هو عايز يعمل معايا انترفيو. فهو في الانترفيو كان كل هدفه حاجه واحده بس. اللغه. انت بالظبط كده، بالظبط كده. امم يعني انا حتى بعد ما، يعني اول ما اتكلمنا مش فيش 10 دقائق ولا 5 دقائق، وقال لي خلاص اتس اوكي، ابدا الخطوات بتاعت البروسيس بتاعتك، ونساعدك لو انت محتاج مننا اي فيزا ولا يعني للتاشيره ولا مش عارف ايه. كان اها. فيري هيلبفول. وسافرت. لما سافرت بقى، يعني هو قال لي انا، واحنا كنا بقى اصحاب يعني، قال لي انا اصلا فتحت السي في لقيت واحد بيتكلم برتغالي. يعني قلت يعني اللي اتعلم برتغالي ده يعني هيتعلم اي حاجه تانية. بنتعلم صحيح بس كده. فرنسا بعدها جت وانا كنت هناك، يعني أنا كنت هناك، وجات لي بقى جات لي في مسافر كانوا وافقوا، بس انا كنت اوريدي كوميتمنت تبع البرتغال. فقلت لهم اخلص واروح لهم يعني. وطبعا ده معناه ان انا هطول في التدريب، يعني انسان بقى عايز يخلص يتدرب ويروح يشتغل، انا لا، انا يعني ايه، الحمد لله برضو يعني والدتي ووالدي، الحمد لله والدتي يعني كانت يعني مشجع ليا ان هي كانت سبورتيف ليك ان هي انه يعني الحمد لله ان انا ايه اقدر. وكان ليا برضو مش هنكر برضو فضل ناس بقى سبحان الله يعني عرفتهم هناك. يعني انا في ناس
في فرنسا دي على سبيل المثال، انا كنت مأجر زي غرفه، استوديو، غرفه، لا غرفه بحمام بكده. صاحبه البيت ما خدتش مني فلوس يعني، فما بقتش بتاخد مني ايجار. فيعني فحاجات كانت بتساعد، يعني الواحد لقى حاجات بتساعده في الحياه. يعني الحياه ما كانتش جنه، وما صحيح. كنتش انا مليونير. بس صحيح. يعني هي دي بس الخطوه ازاي، هو ان انا كده بدات ابعت للمكان اللي انا اقدر اتكلم فيها لغه، واللي هيكون فيها الكومبيتيشن بالنسبه لي اقل. ما انت لازم في حياتك لازم تكون سمارت، تعمل سمارت موفز، وربنا بيساعد. بس انت برضه يعني ما تروحش انا ابعت لرويال كوليدج اقول لهم انا عايز اعمل انترنشيب عندكم. هم عندهم هتلاقي في 100,000 واحد نفسه يعمل ده، انت الكومبيتيشن صحيح. هتبقى مع 100,000. لكن انت صحيح. لما تروح لمستشفى في المانيا مثلا بتتكلم الماني، اكيد عدد المتقدمين اقل بكتير. نفس الكلام اللي انا عملته يعني. صحيح. طيب بالنسبه للبرتغال، انت قعدت فيه قد ايه؟ انا في البرتغال قعدت لحد شهر 10، يعني حوالي 8 شهور. 8 شهور. فتره 8 ممتازه. شهور 8 بتدريب شهور فتره ممتازه. اه بالظبط. طيب ايه اكتر حاجه اتعلمتها هناك، او اكتر حاجه اثرت فيك في البرتغال من ناحيه الطب البيطري يعني؟ آه، في البرتغال، بص انا كنت برضو محظوظ ان البرتغال بلد صغيره، فعدد الحالات ما كانش كبير قوي. فكنت بتدرب براحتي، يعني بتدرب براحتي، يعني كنت عندي وقت ان انا ما بين الحال كشف وكشف مثلا. يعني انا لو في اليوم عندي مثلا 6 كشوفات، فانا عندي مثلا ساعه وشويه ما بين، يعني من الكشف بياخد ساعه، يعني ساعه، وانا اقعد اسال الاساتذه. فالناس هناك very friendly people، مختلفين عن فرنسا مثلا. بمعنى عندهم طول بال ان هو يقعد يسمعك ويناقش معاك. وانا فاكر ان انا كان اكتر حاجه عجبتني في الانترنشيب هناك، يعني هو بالظبط 9 شهور بالظبط. اكتر حاجه عجبتني ان كان عندي مش المشرف بقى، لا، اللي كان مسؤول عن التخدير. اللي كان مسؤول عن التخدير ده اللي هو الانستيزيولوجيست، اسمه لينيو ريبيرو. ده لينيو ريبير ده اصبح صاحبي. بس في الاول أنا ما كنتش بحبه خالص. ليه؟ كان كل ما يشوفني في وشه، يعني كل ما يشوفني يقعد يسالني اسئله طبيه طبعا. يا ابن بيختبرك. الله. مم. طبعا وقدام الطلبه التانيين. طبعا هم دارسين كلهم كانوا الطلبه كلهم من البرتغال، ما عدا انا وبنت تانية. انا وبنت تانية من بولندا. الباقي كله برتغاليين. طبعا يسالني، وكلهم كانوا بنات، ما فيش حد، فيش ولد تاني. طبعا كل يسالني السؤال، طبعا انا لو مش عارف تبقى مشكله، يعني ببقى قاعد بقى محرج، فانا ايه بقى عايز اتجنبه. هو مش عايز يتجنبني، هو يصطادني حتى. احمد شايف ايه في الاشعه دي؟ لا حول ولا قوه الا بالله. يا عم انت العتقني لوجه الله. لقيت ان انا ما فيش حل، يعني ما فيش حل. وبعدين هو ايه ماشي وراه في كل الاقسام، يعني هو عشان هو بتاع تخدير، فهو مسؤول عن الحالات اللي هيتخدر وكده. بيلف بقى، ما هو اه بيلف بقى، بيقلب رزقه، وفي نفس بالظبط. الوقت بيدور على احمد محسن. بيشوف بقى عن الاشعه، بيبص على الاشعه، بيبص على تحليل الدم، فكل شويه يسالني ايه رايك في التحليل الدم ده، ايه رايك في الاشعه دي، ايه رايك مش. فلقيت ان انا قلت لا، اسلم حل بقى يا عم ان انا اقعد اذاكر واقعد انا اللي اه. اساله بقى. اه. فبقيت انا ايه اللي باخده، يعني انا، هو لسه الحاله داخله، عمل التحليل وعمل قبل ما هو يسالني، هو ما انا اساله اقعد اسال. فطبعا اصبحت دي خطة في منتهى الذكاء. ما يقول لك اكتر، يعني وسيله للدفاع هي الهجوم، فانت الهجوم، تسال. اه. فانا رحت، انا بقيت انا اساله، امسك الحاله داخل، لان انا مهتم بقى، قاعد سامع كل حاجه، اخد التحاليل من هنا واطلع عليه، تعالى لي بقى قول لي ايه رايك طب ليه عملته ده، طب هل دي كذا. فاصبح ان انا بقيت بذاكر وانا بسال. وبقينا اصحاب بقى، ساعتها بقينا اصحاب بقى، بقيت خلاص بقى يعني بقى. يمكن من الشهر الثالث كده بقينا على طول بقى احنا ماشيين مع بعض. ويعني لدرجه ان احنا، عايز اقول لك ان انا لما رجعت البرتغال في 2015، 2015 كنت رحت البرتغال شويه كده وانا وزوجتي. الراجل يعني لانيو ده ساب لنا البيت، يعني هو راح قعد عند اخته، وساب لي البيت وساب لي عربيته، وانا وزوجتي كنا قاعدين في البيت بتاعه. فيعني كان بقينا، عايز اقول لك العلاقه الصداقه اصبحت بقى خلاص يعني اخوات يعني.
فالسؤال، اجابه سؤالك ان الناس هناك حبوبين، فريندلي. الناس هناك امم. يعني مور ذان ونقدر نقول فريند. ان هو فكره ان هو حطك تحت ضغط، ده صنع منك طبيب بيطري شاطر. هو طبعا، ما هو انت اي حد طبعا صح، يعني انت الضغط بيحصل منه حاجتين، يعني فاهم. بيحصل يا اما انت تنفجر وتترك الموضوع، او تبتدي تجيف اب يعني، او ان انت او ان انت تخوض، يعني خلاص بقى تخوض. فهو فعلا ده اللي انا عملته، ان انا لا نيفر جيف اب، لان انا اوريدي رايح هناك عشان اتعلم. صحيح في وقت من الاوقات بنتفسح وكده، بس انا رايح اتعلم. فكنت لا، الاسئله بتاعته ما كانتش بتزعجني ساعتها، خلاص بقيت بذاكر وبسال لا، فده فعلا يعني الضغط انتج عن ان انا مش بقول لك طبيب بيطري شاطر، بس ساعتها في وقتها كان طبيب بيطري او تلميذ شاطر، خلينا نقول كده عشان برضو ايه، يعني تلميذ شاطر بقيت عارف ازاي ادور على الاسئله، حلوه ازاي الاضافه ايه دي. يعني اسال ايه، ادور على الاجابه فين، ايه الحاجات اللي تهمني. آه ودي نقطة مهمة. يعني انت لازم تبقى محدد، اي حد بنصحه لما اقول له لازم انت تبقى حدد ان انت يبقى عندك شوية اهداف صغيرة عشان توصل لهدف كبير. يعني ما ينفعش انت تخش الروتيشن انترنشيب. لما تيجي تسألني ايه، انت بتروح شويه في قسم الباطنه، في العيادات الخارجيه يعني تقف، اه. وبعدين شويه في الجراحه، قاعد مثلا شهر جوه في الجراحه، مش مالكش دعوه باللي جوه بقى، بتشوف الحاله دي تستلمها. وبعدين شهر في الايمجنج، تقعد جوه غرفه الاشعه والسونار، قاعد بتلف مع الحالات دي كلها، فتشوف اشعه. فانت النهارده مثلا الشهر ده التارجت بتاعك انك تفهم اشعه، تفهم الترا ساوند، تفهم بس تفهم الاساسيات. تعرف الحاجات اللي انت محتاجها كجنرال براكتيشنر. هتخرج للفيلد، انت هتاخد الانترنشيب دي وتطلع مثلا جنرال براكتيشنر. وده اللي انا دايما اقول للناس، اتعلم بطنه، اتعلم جنرال، وبعدين تخصص، تخشش تخصص على طول. ما عشان من الكليه تقول انا عايز ابقى بتاع قلب، لا بتاع عظم. لازم تطلع تاخد على الاقل سنه ولا اتنين تبقى جنرال، تعرف كل شيء، وبعد كده تتخصص. فخلاني تلميذ عارف انا عايز ايه. ويمكن ويمكن اقرب تخصص، هو على فكره هو كان استاف جامعه كمان، يعني فهو كان بيدرس الجزء بتاع الفيزيولوجي، وانا كنت بحب الفيزيولوجي، فاحنا كنا قريبين من بعض في الحته دي. دي نقطه مهمه جدا في البطنه وفي الطب عامه. الفيزيولوجي ده تقريبا بيدخلك على فيسيولوجي كل، قلب الطب. اه. بيدخلك على كل البرانشات المهمه يعني، كان بقى تخدير ولا ان كان بطنه ولا ان كان اي تخصص، انت في الاخر لازم تبقى فاهم ازاي بيشتغل. خليني اخد من اجابتك واقول لك ان دكتور محسن الجداوي كان معايا الحلقه اللي فاتت، اه واتكلم برضه على النقطه دي، على موضوع ان انت لازم تشتغل جي بي فتره كافيه، وتاخد اكسبيرينس وتاخد اكسبوجر كجي بي، بعدين تقدر تتحرك على النقطه الثانيه انك تختار لنفسك سبيشاليتي معينه. توتالي اجري انا موافق تمام. هسالك نفس السؤال اللي انا سالته له. انت شايف ان فتره جي بي قد ايه كافيه للواحد ان هو يبقى واقف على رجله ويقدر ان هو يبتدي يفكر في تخصص؟ ما عنديش إجابة يعني واضحة، بتختلف من واحد للتاني، بس يعني أنا أشوف إنه يعني عشان يعني لا تقل، يعني بأي حال من الأحوال هي لا تقل عن سنة، لا تقل عن سنة بأي حال من الأحوال. وتعتمد بقى على حب وعلى أي تخصص هو يخش، يعني بمعنى لو هو عايز يبقى بتاع عظم، أنا أظن إن ممكن سنة يبقى اشتغل جي بي مينيمم، وبعدين ممكن يكمل. لكن لو هو عايز يخش تخصصات الباطنه بقى، ان كانت قلب، نفرولوجي، اونكولوجي، انا اظن انه يعني محتاج انه يخش يبقى على الاقل دول في الحالات دي ان هو يكون جي بي من سنتين لثلاثه. لو من هو سنتين. هيشتغل في الباطنه بطنه، وهيخش بعد كده تخصصات جوه الباطنه زي ما بقول كده، مم. نفرولوجي، انكولوجي، كارديولوجي، فاهم؟ التخصصات اللي هي اللي مبنيه على البطنه، فاهم؟ صحيح صحيح. اندوكراينولوجي. ما ينفعش ما ينفعش قبل سنتين ثلاثه، يعني عشان يكون هو اوريدي ملم بمعظم الامراض. وبالتالي لما يجي يقول النهارده والله انا اشتغل في الامراض الهرمونات الاندوكراين، لازم يبقى عارف كل الامراض التانية، مش كل يعني، بس يبقى عنده خلفية واسعة بالامراض التانية اللي ممكن تتاثر بامراض الاندوكراين، او امراض الاندوكراين تاثر عليه، صحيح عشان يبقى صحيح. دكتور شاطر، عشان ما يبقاش عايش في عزلة او في ايلاند. يعني النهارده لما تيجي تقول لي
مرض اي امراض القلب بتاثر على الكلى او بتاثر على الرئه، وامراض الكلى بتاثر على القلب، والعكس صحيح، امراض الرئه كمان بتاثر على القلب. يعني القلب ياثر على يعني لازم ابقى انا رابط الامور دي ببعض عشان اكون دكتور شاطر في تخصصي اللي هو القلب. صحيح، انا متفق معاك جدا في النقطه دي. هاخدك للسؤال الثاني. انت اتحركت من البرتغال ورحت فرنسا، وفرنسا ليها مكانه عزيزه في قلبك. اه. رحت فرنسا عملت ايه وازاي؟ رحت ميزان الفور، اتعلمت انا. ده اول حاجه عايز اقول لكم كمان، ان انا لما رحت في ميزان الفور كان في جزء منها. رحت طبعا ميزان الفور برضه اللي هي الجامعه بتاعت باريس، هم عندهم الطب البيطري هم اربعه في فرنسا، تمام. فمنهم ميزان الفور اللي هي اشهرهم يعني. برضه سمول انيمال، وجزء منها كان خيل، جزء منها كان خيل، جزء منها كان الايمجنج بتاع الخيل. الايمجنج بتاع الخيل، الايمجنج يعني الالترا ساوند. ويمكن هنا انا بدات اكتشف ان انا بحب الالترا ساوند يعني. يعني بكتشف ان انا بدات ايه احبها، بالرغم ان انا سبحان الله هي في الخيل، هم بيستخدموا الخيل، بس طبعا هم كانوا بيعملوا على الاوتار وعلى العضلات وعندهم جيم ماري دنوا، واحد على اكبر علماء. ده كانت الجزء العلمي يعني. اما الجزء بقى الفن كان معظمه فن يعني اكثر، لان انا كنت بحب بقى في باريس. انا كنت طول النهار يعني زرت متاحف بعدد يعني. كنت انا طبعا اللي عارف ان اي طالب او اي حد اقل من 26 سنه في باريس او في فرنسا المتاحف مجانا. فانت الجو شتاء، مم. يعني الجو شتاء الدنيا فانت باردة، هتروح فين؟ اه فتروح فين؟ يلا فانا بينا على المتحف. انا كنت بروح اللوفر ده. رحت اللوفر مثلا 3 مرات ولا 4 مرات. كنت بروح كل ما كده اخش الف. وكنت انا عامه بحب يعني انا مش بس الموضوع ان انا بحب عامه الفنون، فكنت بحب اروح المتاحف. وطبعا وزوجتي بقى كنت بمشي معاها يعني. كان ساعتها كانت يعني ما كانتش زوجتي بس، هي احنا كنا يعني بنلف بقى في كل حته يعني. كنا بنروح كل المتاحف، نروح المتاحف كلها، نروح الاحياء. كان ويك اند مثلا او اجازه نروح. كانت طبعا بروكسل يعني ساعه ونص بالقطر. آه، امستردام ساعتين ونص 3 ساعات بالقطر اتكلم يعني. فكنت بلف يعني هنا في فرنسا بقى كانت. وبعدين الفرنساويين عندهم بيحب يعشقوا الاجازات، شغلهم اقل بكتير من البرتغال. البرتغال كنت من الساعه 8 الصبح لحد الساعه 8 بالليل في المستشفى. في البرتغال لا، البرتغال قصدي فرنسا لا، فرنسا لا، فرنسا كانت المستشفى اشتغل من 9 للساعه 5 وفي ساعتين في النص بريك، فانت كنت تقريبا قاعد انت الدنيا كانت فن يعني. هم الفرنساويين ايه، واخدين حقهم في الاجازات وفي التايم تالت ومتلت يعني. فالاجازات الويك اند كانت اي اجازه خلاص بقى انطلق انا يعني. وبعدين رحت الجنوب فرنسا اللي هو بوردو، مش جنوب يعني، مش جنوب جنوب يعني، اكيتان دي منطقه في نص فرنسا شويه. ف يعني برضو رحت بقى عياده. كنت خلاص بقى يعني ساعتها كنت هشتغل في، كنت رحت عياده بدات اشتغل فيها وكنت ناوي اكمل، بس ما يعني قدر بقى الله لما رجعت مصر فضلت ان انا اقعد شويه في مصر. احنا معانا ناس من الرياض، ومعانا اسئله، هنخلي الاسئله في الاخر. آه، انت بعد ما خلصت فرنسا رجعت قعدت في مصر اه قعدت واشتغلت شويه في مصر. واشتغلت في مصر. نعم الحمد لله. الحمد لله انا كنت برضو انسان يعني اقول ان ربنا كريم معايا. انا ما دورتش على شغل يعني. حتى في فرنسا سبحان الله لما كنت رايح اتدرب في مستشفى اللي هي اللي انا العياده اللي هي كانت في الجنوب دي في فرنسا، كانت لما رحت هناك على فكره سبحان الله الوقت اللي انا رحت فيه ده كان في دكتور ماشي وهم كان عندهم عجز. فقالوا لي طب ما تيجي تقعد تشتغل معانا، انت جاي تتدرب اشتغل معانا. ف لما جيت مصر برضو دكتور عادل عرض عليا الشغل، وسبحان الله يعني انا يعني انا الحمد لله يمكن عمري ما قعدت ادور على شغل. برضو دي من النعم ربنا عليا، من نعم ربنا عليا ان انا ما كنتش انسان بروح ادور على شغل. ربنا كان كريم. برضو الواحد كان مجتهد. ما انا برضو اقول ليه، دكتور عادل كان عارفني من وانا طالب بتعلم، وبعدين عرف ان انا رحت البرتغال ورحت فرنسا وعارف ان انا اتدربت وكده. بس هو كان يعني كان صراحة كان كمان ذكي، انسان ذكي. انا اتعلمت ايه وعملت ايه؟
فقلت له اتعلمت كذا وكذا وكذا، فراح حطني جوه تشالنج. يعني انا فاكر ساعتها كان عنده عمليه سباي. مهم. سباي. وراح يعني قال لي يعني انت تعرف تعمل سباي؟ بكل تشالنج كده بسؤال. قلت له طبعا اعرف اعملها يا دكتور. طب يلا البس كوت وخش اعمل عمليه. فانا جاي اسلم عليك. وفعلا دخلت عملت العمليه وبعد ما طلعت من العمليه هو دخل كده بص بصه كده وخرج. وبعد ما طلعت من العمليه قال لي يعني زي ما تقول كده يعني بالبلدي كده مفتاح العياده اهو، وشوف انت هتقعد قد ايه، هتشوف انت هتقعد ازاي ومواعيدك ازاي وظبطها. وفعلا ودخل فعلا اداني مفاتيح العياده من اول يوم دخلت سلمت و- عليه يعني. واداك الثقه كامله. اه لا يعني هو بصراحه انا كنت بقعد في العياده لوحدي بالليل. يعني كنت بشتغل من اول ما بشتغل من اول ما اشتغلت معاه. يعني خلاص كنت بقعد في العياده مع نفسي بالليل. بتيجي الحاله بارفو ولا وات ايفر، كنت اعلق محاليل واقعد. كان عندي كذا حاله يعني، كنت بقعد بقى اودي تطعيمات وخلاص بتعامل بشكل عادي، لان كنت عارف سيستم العياده زمان لان اتدربت في العياده فكنت عارف سيستمها. ومع ذلك برضو كنت كم يعني الحاجات البسيطه دي كان برضو كان معايا زميلي دكتور رامي. كنت اساله يعني هنعمل ايه هنا وهنعمل ايه هنا، ندي نحط ده ايه يعني كالحاجات اللي هي ايه الهيكليه او التنظيميه بتاعت العياده. فكنت يعني كانت الحياه سهله يعني. انا عايز اخد بس من اجابتك نقطه من هايلايتها شويه. النقطه ان انت بتقول ان انت الحمد لله ما كنتش بتدور على شغل، بس انت كنت جاهز انك لما تيجي لك الفرصه انك تثبت نفسك وانك تقف وانك تسد. اه طبعا. طيب هل الجاهزيه دي هي ملكه شخصيه ولا قرار واعي؟ لا هو قرار، هو مش هي طبعا نعمه لكن هو قرار. قرار النعمه ان ربنا يديك القرار ان انت تكون جاهز. انت اصل هي الحياه خطوات، انت كل خطوه لازم تكون انت بتعمل لها. يعني انت في خطوه بتعمل الخطوه اللي بعدها. اوكي. يعني صحيح. انت الحياه خطوات. فاوريدي انت مثلا النهارده انا كنت بتعلم. انا في الاخر بتعلم عشان ايه؟ انا النهارده رايح انترنشيب ليه؟ رايح عشان في الاخر ابقى اعرف اقف واستقبل حاله واكشف عليها واعمل لها فحوصات واشتغل. ما هو الشغل في الاخر لازم اشتغل واخد فلوس في الاخر. بس انا اقصد ان انا صحيح. ما كنتش من الانسان اللي بيقعد يدور يعني يرمي السي في هنا وهنا وهنا وهنا، لا. لكن ان انت بتبقى واعي لخطواتك ان انت هتروح تتدرب في مكان، بتطلع منه هتروح في مكان تاني تتعلم. بتبقى ساعتها ريدي بقى. يعني ريدي ايه؟ ان عياده محتاجه حد، يلا اوكي انا موجود. انت النهارده تجيلك فرصه ان انت وانت واقف في العياده دي بيقول لك احنا محتاجين حد يشتغل، ايه رايك؟ حصلت معايا في البرازيل نفس الكلام. انا مقدم، انا معايا البورد وخلصته ورحت الجامعه وتعرفت على الناس وتعلمت ولقيت الدكتور بيقول لي انا محتاج حد تعال اشتغل معايا. انت جاهز، انت خلاص انت منتظر صحيح. اللحظه دي. انت صحيح. منتظر اللحظه دي اللي هو او بمعنى صح انت اوريدي عامل لها كل المقدمات عشان تيجي الوقت ده اللي تروح تدور فيه على شغل. بس هو النعمه هنا ان انت قبل ما تروح تدور بقى تلاقي حد بيقول لك تعالى. بس انت اوريدي قدمت كل المقدمات، انت مشيت فيها. صحيح. صحيح. انت كنت رايح البرازيل اجازه، الرحله اللي اه غيرت حياتك تماما وقلبتها راسا بص، على عقب. انا في الحياه ماشي بمبدأ انا بخطط. انا خطط وربنا يقدر، وانا امشي مع اللي مع الموج اللي ربنا يبعتني عليه. بمعنى انا ما بعاندش في الحياه، يعني ما بعاندش. انا بعاند في حاجات تانية لكن يعني في حياتي كده ايه لما بتتفتح ابواب خلاص. بمعنى انا كنت اوريدي خلاص جيت في مرحله من المراحل لا مش حاجات شخصيه يعني. قررت ان انا خلاص اقول يعني خلاص اي موف فروم ايجيبت بقى تاني، ارجع تاني من مصر بقى، امشي من مصر وخلاص وارجع تاني للبرتغال. وهو على فكره نفس القرار الشخصي عشان والدتي، يعني ان انا قعدت في مصر هو نفس القرار اللي خلاص قررت ان انا خلاص لما هي توفت انا امشي يعني. الله فكنت يرحمه. قلت الله يرحمه. فقلت خلاص انا اودي يعني زوجتي وبناتي يروحوا يقعدوا في البرازيل شويه لحد ما انا ارتب اموري كلها في البرتغال و... و... وبعدين آه، وبعدين يجوا هم يقعدوا معايا بقى خلاص لما تكون الدنيا اوريدي ستيبل يعني، او مش ستيبل بس اول كام شهر ارتب لهم الدنيا لان هم كانوا لسه بيبي صغيرين. البنات يعني انا عندي بنتين توأم
كانوا لسه صغيرين فمش عايزهم يتبهدلوا يعني، وبعدين يبقوا قاعدين مع جدتهم في البرازيل وكده. بس عشان المستمعين يفهموا من السياق، انت اه. مراتك برازيليه؟ اه انا زوجتي برازيليه، هي زوجتي عشان اللي انا كده يعني. اه عشان كده انا اتعرفت عليها واحنا في فرنسا يعني. يعني اتعرفت عليها. ف انا عشان كده بقول لك فرنسا ليها مكانه كبيره في قلبك. ما انا ما رضيتش ادخل ما بقى الناس في تقوليش بقى التفاصيل. سونار اصل انا انا حبيت مش السونار بتاع الخيل قوي. لا انا اقصد انا فرنسا كانت حاجه جوهريه بمعنى ان هي كانت علم فسح اكتر. يعني انا بدات اتفسح وانا اكتر في فرنسا. يعني انا في فرنسا كنت بعمل اكتيفيتيز كتير جدا، لاني كنت اوريدي في العلم اتعلمت. يعني كنت خلاص اتعلمت في البرتغال كويس، كنت باكد المعلومات اكتر، فكنت بقى بستغل الوقت اكتر. لكن في فرنسا كمان عشان عرفت زوجتي فكنا بنروح بقى نخرج كتير ونتفسح ونشوف اماكن، وهي برضو بتحب تشوف اماكن كتير، واحنا كان عندنا حاجات هوايات مشتركه. لو انت بقى عايز تخش في القصه دي، اللي هي كمان برضو بتحب اللغات، وهي برضو بتتكلم اكتر من لغه، وهي برضو بتحب الفنون وبتحب القراءة وعندها. عشان كده هي كمان يعني هي هي كانت بتدرس في وش الجامع بتاع باريس. يعني اللي بتدرس في السوربون كانت في وش الجامع بتاع باريس، فبرضو كانت كان في عندها برضو حاجات كتير فضولية كتير. وطبعا كان بالنسبة لها يعني ايه شوية تتكلم برتغالي وفرنسي وانت مصري يعني فاهم. مش كومن ان المصريين بيتكلموا اللغتين دول يعني غير الانجليزي صحيح. يعني فاهم. اه. بس فدي فرنسا يعني. لكن وجات سبحان عاشت في الله، مصر. اه. انت مصري اه تتكلم برتغالي، وهي برازيليه بتتكلم برتغالي، وتتقابلوا في باريس اللي بيتكلموا فرنساوي. واحنا بنتكلم فرنسي احنا الاثنين. اه كنتوا هي بتتكلموا اصلا فرنساوي مع بعض؟ لان هي اصلا لينجويستيك. يعني هي لينجويستيك، هي اصلا يعني ماستر بتاعها. وهي تخصص اداب فرنسي وبرتغالي. مهم. والماستر بتاعها عن البي لينجوال، يعني الناس اللي بتتكلم لغتين. مهم. تمام. فكانت الدراسات بتاعتها قررت تطبق الدراسه دي في الحقيقه، ومع اولادها وبقيت حياتها كلها. بالظبط كده تقريبا. اه. بس فنرجع فانت تاني قررت ان للبرازيل. انت تروح البرازيل عشان اه. توديهم هناك يستقروا واقعد ويقعدوا مع اهلهم آه هناك، يقعدوا شويه هناك وانا وانت اكون ترجع انا في البرتغال. اه اه بالظبط كده، صح؟ مظبوط. اه. ايه اللي حصل في الاوتيل ده؟ لا هي بص احنا انا قعدت اول اسبوعين بنتفسح وخلاص بقى وانا بس اقول لك نقطه، امم. ان انا رحت قعدت انا كنت مقرر ان احنا رايحين بقى يعني نقعد شويه كده، انا اقعد معاهم شهر ولا حاجه وبعدين انا اروح على البرتغال. فلما قعدنا هناك شويه انا بعد اسبوعين بالظبط او بعد 10 ايام بدات ازهق، لان خلاص شفنا كل الحاجات اللي في ساو باولو. انا كنت رحت البرازيل قبل كده 2014 فعرفت يعني حاجات كتير. بدات امم. ازهق فبدات اروح الف. رحت شفت هناك عندهم المستشفى البيطري اللي هي فولنتير اللي هي امم. رحت متطوعين. كفولنتير. اه وفيها هي اصلا ببلاش، وفيها جزء يعني هي كلها ببلاش. هي جزء تبع الحكومه مدعومه من الولايه يعني. فانا قلت اروح قلت لهم ان انا عايز ابقى فولنتير واقعد معاك وكده واعمل عمليات وبتاع ويعني سباي وكاستيشن. هي مش سباي هي مش سباي بقى، هي بتشتغل اكتر حالات الطوارئ. يعني بتعمل ايه بايومترا، امم. سيستوستومي، امم. حاجات عمليات كده فاهم. دايريا ولا فوميتنج بارفو، يقعدوا يعلقوا محاليل ويعملوا فحوصات وكده. امم. وكنت امبرست قوي بان في يعني كم رهيب من الحالات بتتشاف. وكنت بقى يعني ايه قلت الموضوع ده كان فولنتيري ده كان جميل وخلاص يعني قلت خلاص. بس ما كنتش دي كانت اول تاتش ان انا افهم ان الطب البيطري في البرازيل. انا الطب البيطري في البرازيل بالنسبه لي ده عباره عن كنت زمان معتقد ان هو ايه ابقار، اه، دواجن. دواجن، تمام. اي صح. لحوم، كينيا. يعني حاجات كلها اه. اجريكلتشر يعني بمعنى الحقيقي كلمه اجريكلتشر فاهم. ومش مش بقى يعني مش طب سمول انيمال ميديسن. لقيتهم يعني الموضوع مختلف تماما على اللي انا متخيله. بس انا كنت برضو خلاص اتس اوكي يعني ده برضو جنرال براكتس وكده. انا رايح عشان اتخصص اكتر في القلب و واوريدي مكلم دكتور لويس اللي هو كان المشرف بتاعي في الانترنشيب، هو راجل كارديولوجيست. فكنت مكلمه
وخلاص، واحنا متفق ان انا هبدا الماستر معاه هناك، والعمل الجزء العملي وكده. وبس لما رحت بقى، زوجتي كانت في مكان عايزه تروح تتفسح فيه، اسمه كامبوس جوردن. كامبوس جوردن ده مم. عباره عن منطقه كده على الجبل، نفس الستايل سويسرا. هم مم. هناك فاهم تلج هنا، مش تلج يعني، مش تلج، بس بتبقى ممكن ايه درجه الحراره ماينس 1، ماينس 2، فاهم؟ واحد اتنين تلاته، فاهم؟ في الجو الشتاء يعني، اللي هو شهر سبعه هناك. فانت مم. بتبقى ايه جو اجواء كده، اجواء اجنبيه يعني. فهي عايزه مم. توريني ونشوف ونتفسح في المكان ده. فهي بتعمل الحجوزات وبتشوف، بتقول لي ال... هم عاملين اعلان في الفنادق ان اي حد تبع المؤتمر، مش عارف خصومات، وان هم بيعتذروا عن مش عارف ايه، وان في زحمه وحاجات كده يعني، وحاجات كتير، مم. بخصوصا ان في مؤتمر يعني. قلت لها مؤتمر ايه؟ قالت لي ده مؤتمر قلب، ما تيجي تشوف كده. قلت لها فعلا. آه، وطبعا كان خلاص بقى، ده المؤتمر اللي هو فاهم بعد بكره ولا بكره، فاهم؟ فقال لك اي حجز دخلت اتصلت عليهم، قال لك لا حاجه، فيش احنا فيش، ده المؤتمر بكره. فكده كده عايز تيجي ولا تدفع ولا تحجز ولا تعمل او اي معلومات هناك بقى في المؤتمر نفسه. فرحنا، احنا كده كده رايحين، احنا اصلا بتحجز عشان الفنادق صحيح. وبتاع. صحيح. فاحنا رايحين بكره تقريبا يعني، بعدها بيوم، مش متذكر بالظبط بكره او بعد. رحت، وفعلا رحت هناك، ورحت على الريجستريشن، قلت لهم عايز احجز. الناس كانت مستغربه جدا، انت منين؟ انت جاي مخصوص على المؤتمر؟ قلت لهم لا. انت جاي واقع انت منين؟ انت جاي مخصوص عشان المؤتمر؟ يعني فكره انك جاي مخصوص، لا يا جماعه انا مش جاي مخصوص على المؤتمر ولا حاجه. طيب عرفت عن المؤتمر منين؟ فحكيت لهم القصه يعني. فكانوا مستغربين جدا. بس كانت في المؤتمر بقى، انا شفت محاضرات. الجزء كان فيه محاضرات الاثنين امريكان، اللي هو جوناثان ابوت ومايك كيتلسون. كيتلسون ده من الاكثر الناس اللي كتبت، او يعني ابو الفيترينري كارديولوجي، اللي كتب على الاتش سي ام من يو مهم. سي ديفيس، جامعه مهم. ديفيس. تمام. آه دول اوكي خلاص، انت فاهم، دول مستوى امريكاني وتمام. بعدين شفت المحاضرات بتاعت البرازيل، لقيتها مستوى يعني متقدم قوي. ولفت نظري العمليات، بيعملوا عمليات كاردياك انترفنشنز. كاردياك انترفنشن، نون انفيزيف، فاهم؟ باساطر وكده. قعدت انا فاكر كويس جدا 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 بعد المحاضره بتاعه الكاردياك انترفنشن بتاعه دكتور اسمه جيليرمي جولد فيدر، اللي هو بعد كده اصبح ماي منتور يعني. تمام. في الجزء اللي انا واللي اشتغلت عنده، واللي اشتغلت او يعني اشتغلت معاه، خلينا نقول كده، اشتغلت معاه او اشتغلت عنده. عنده دايجنوستيك سنتر. انا فاكر ان انا يعني، اصل الواحد بيعرف لما حد بيدي محاضره، انت بتفهم اللي بيدي المحاضره ده بيشتغل بالكلام ده، ولا محاضره يعني بيدي جزء، فاهم؟ جزء صحيح. او يعني. كلام بحضره بق بالظبط حمضان اه. بيرميه ويمشي. لا، الراجل كلها عباره عن صور 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 صور، وبيتكلم كلمتين كده على يعني المحاضره بتاعته. هي دايما في العادي كده، بس طبعا انا ما كنتش اعرف ساعتها يعني. أه مهم. بس فهمت. انا فاكر ان انا رحت سالت عليه، قلت له انا متاكد تماما ان انت اوير بكل كلمه انت بتقولها، لان الكلام وصل ودخل الدماغ. لان يعني واحد لما بيكون عامل الحاجه بيفهمها لك فيري فيري ايزي يعني، ستيبس. ف صحيح. بس برضه ستيل ما كنتش يعني اوكي خلاص الناس دي بس. ايه ما كانتش اللحظه لما اتكلمت مع الناس، والناس بدات بتقول لي يعني انت رايح، انت جاي بتعمل ايه ورايح فين؟ وانا رايح البرتغال ومش عارف كذا. طب ما تيجي تعمل تعالى اقعد معانا شهر في الجامعه. فطبعا ايه عشان تشوف انا طبعا قلت لهم بصراحه، انا كنت اعترفت لهم يعني. انا اسف والله، ما كنتش اعرف ان البرازيل فيها الموضوع ده متطور قوي، وانا ما كنتش متوقع كده وكنت متخيل ان انا، لان هم مستغربين انت زوجتك برازيليه طب ليه ما تقعدش تعمل هنا ماستر هنا؟ وليه ما تقعدش تشتغل هنا وتدرس هنا؟ ليه تروح البرتغال؟ فبقول لهم يعني السبب ان انا عارف الناس، وعارف واشتغلت هناك ودرست هناك. فلا انت لازم، لو انت عايز تعرف بجد الطب البيطري لازم تيجي الجامعه. ودي برضو من الحاجات الجميله، ان انت تلاقي حد يعني لما يدعوك السكك بتبقى تتفتح. برضو تتفتح ليه؟ لان هم بيشوفوك قدامك بتتكلم لغتهم، بيلاقوك ان انت صحيح. عندك عايز تتعلم،
واخد طريق العلم اوريدي. انت اوريدي مش جاي له بتقول له انا عايز اعمل وبتاع، انت اوريدي كنت في طريق، ماشي في طريق. صحيح. فهو بس بيعيد توجيهك، يقول لك طب تعالى خش عندنا شوف الجامعه عامله ازاي. ودي فرصه هو لان لقى عندك اصلا، البوتنشال وحب يستفاد منه. لان دي فرصه مش كل الناس اصلا بتبعت للجامعه تقبله. ده هم الناس بتدعوني بقى تقول لي طب ما تيجي تعمل. ففعلا عملت ايه؟ اجلت رحلتي، اجلت الرحله، اجلت الرحله. رحلة و... الطيران اللي كانت اه منطلقة من ساو باولو رايحة على البرتغال لشبونة. بالظبط. تمام. اجلت الرحله وطلبت ان انا هاجلها شهرين، و... والشهرين دول اتاجلت اكتر لان انا قعدت في الجامعه 3 شهور. ساعتها قلت يا جماعه انا مش هرجع، انا هكمل هنا خلاص. الموضوع ده يعني ليه؟ انا كنت في البرتغال، ما كنتش ساعتها مهتم قوي بموضوع القلب قوي قوي قوي. يعني انا كنت بس بشوف الايكو ده ما افهموش قوي، بس افهم ان هم يعني بيشوفوا بس في ارتجاع وخلاص على كده. ما اعرفش القياسات مم. كان بيعملها ايه، كنت بشوف الدكتور بيعمل. بس كنا بنشوف، عشان ما اطولش، كنا بنشوف مثلا حالتين 3 في اليوم، شكرا. فانا مم. حتى كانت الثيوري او يعني الفكره ان احنا هنعمل ايه، هندرس كام، كنت عامل عدد يعني النمبر بتاع عدد الحالات، فاهم؟ يعني 50 حاله. قلت مم. 50 حاله دول احنا هنجيبهم وخلاص والدنيا تخلص. انا رحت في البرازيل كنت بشوف في اليوم مثلا من 8 ل 10 حالات، ل 12 حاله. فقلت ده اليوم بتاعهم باسبوع في البرتغال. فلا، طب انا عايز اتعلم. وبعدين صحيح. العدد العمليات كتير. ما انا بقى خلال الشهر ده مثلا شفت الدكتور جلال ده عاني في كذا عمليه. فرحت شفت الله في اليوم الواحد. هنا بقى كانت خلاص فكره انه لا، يعني خلاص خليني اكمل في البرازيل. في فرق في البوبيوليشن كبير قوي. البرازيل تحقق 350 تقريبا مليون، 300 300 وشويه مليون، نعم نعم. والبرتغال ما تجيش 5% من الرقم ده. البرتغال 10 مليون ولا 11 مليون تقريبا. بس طبعا المساحه مختلفه تماما. يعني مساحة مختلفة البرتغال تماما، صح. المساحه مختلفه تماما. آه، المساحه مختلفه. بلس طبعا ان البرازيل بلد عملاقه، يعني بلد قاريه، فاهم؟ يعني مم. جوه ساو باولو دي كانها قد مصر مثلا. يعني انت ممكن تمشي ب 10 ساعات في العربيه جوه نفس الولايه. تقصد الولاية، اه تقصد الولاية. قبل ما اسالك سؤالي بس الجاي، الناس اللي لسه داخله جديد يا ريت تكتبوا لنا في التشات بوكس انتم بتشوفونا من انهي مدينه، ولو عندكم اي اسئله لدكتور احمد محسن قبل ما يكمل رحلته الممتعه ويقول لنا نزل من الجبل احنا راح ساو عايزين ناخد باولو من عمل الرحله ايه. الحاجات اللي الناس تستفاد علميا. انا برضو عايز ان الرحله تبقى الناس انا تحاول. متاكد انا اه متاكد انا متاكد ان كل ستوب احنا عملناه في رحلتك الناس كانت مستفيده منها. وانتوا تقدروا برضه تكتبوا لنا في التشات بوكس انتوا استفادتكم عامله ازاي دلوقتي من الحلقه وانتوا بتسمعوها. عندنا من جده. اه دكتور عمرو، نعم. اه، عمرو عمرو البارودي. نعم. في دكتور، انا ممكن حتى احنا لحد واحنا الناس كده ممكن في حد بيسالني هو مش عارف. حتى الناس اللي هم الفيسبوك لايف ممكن تكتبوا لنا من أي مدينة. انا طبعا مش عارف، انا مش شايف بس الناس اللي على الزوم. كاليجاري. آه، كاليجاري. كالجاري آه. في, في كندا كندا. اشوفك. اه طيب خطوتك انت قلت اللي خلاك تقعد 3 شهور دول وتكمل ويتغير طريقك من البرتغال للبرازيل، ان انت شفت ان في بوتنشاليتي وفي عدد حالات اكبر بكتير وفي امكانيه لانك تعمل او تشوف كاردياك انترفنشنز في جامعه ساو كانت باولو. اسهل وكانت مور كونفينينت بقى على كل المستويات. يعني كانت كونفينينت بقى. بص يعني الناس مستشفى، يعني مستشفى اكبر، جامعه اكبر، عدد حالات اكثر، الناس مور يعني ويلنج ان هم يساعدوك وحابين فكره ان في حد من مكان بعيد عندهم. دي برضو اكتر الجزء يسميه العيله، الاسره يعني بالنسبه لزوجتي وكده اسهل. اللي ما يعرفوش كمان ان انا كنت مره يعني انا قدمت على البورد او اللي هي المعادله البرازيل بدافع الحب. يعني ايه بدافع الحب؟ انا زوجتي مره هي طبعا جت عاشت في مصر،
مهم. فهي في وسط مره كنا بنتكلم في كلام، فبتقول لي انت يعني انا ما اظنش ان انت ت... ت... يعني كنا مره كده في خناقه من الخناقات العاديه يعني. فان هي يعني ان هي ازاي سايبه كل حاجه وعايشه في مصر عشان علاقتنا مستمره، وما عندهاش مهم. مشكله في ده. ما تظنش ان انا اعمل كده عشان قلت لها والله بقى انا مستعد بقى، يلا خليني اروح، انا ممكن اعمل انا ما عنديش مشكله ان انا لو في شغل في البرازيل اشتغل في البرازيل. طبعا انا رحت عملت الامتحان او رحت قدمت الورقه وانا اصلا يعني ايه، بس انا عشان اريحها يعني انا، او ايوه ايوه فاهم. حسسها ان انا اتس اوكي بالنسبه لي. رحت 2014، الكلام ده في 2014 لما رحت قدمت الورق، وانا اوريدي عايش في مصر، ما عنديش اي يعني نيه ان انا تو موف تو برازيل ات اني تايم. يعني انا شغال وعايش كويس لدرجه إن أنا حتى مش عايز اروح اوروبا يعني، وشغال كويس وخلاص. لما جات لي قالوا لي عارف، قالوا لي تعالى اعمل الامتحان بعدها بقد ايه، بسنتين يعني، في سنتين. فسبحان الله يعني بعدها بسنه يا قدمت بالظبط، قدمت بالظبط في 9 او 10 2014، وقالوا لي تعالى امتحن في 9 2016. وفعلا انا رحت كنت هناك كنت بعمل الامتحان وكده، وبعدين جيت عشان والدتي كانت تعبانه، وبعدين مفيش ما كملتش كام يوم ويعني. بس سبحان الله ان يعني انا عايز اقول لك ان حتى فكره البورد او فكره ان انا قدمت على المعادله انا عملتها عشان اوكي بدافع الحب، بس يعني لو جت فرصه في يوم من الايام ان انا انتقل للبرازيل اكون مستعد. دي نقطه دايما انا بقولها للناس، خليك مستعد، انت ما تعرفش يعني، انت خليك مستعد. مش هتخسر حاجه، صح. بالظبط. طيب بالنسبه بقى للاكاديميك سيتنج اللي انت شفته في ساو باولو يونيفرسيتي، قدرت تتاقلم معاه ازاي وانت جاي اصلا من مجال برايفت؟ بص هم جزء طبعا طبعا انا جاي من مكان برايفت، بس هم في الجامعه هناك بفلوس يعني، هو الكليه بفلوس ومش مبالغ صغيره يعني على فكره. الفرق ما بين الكليه والبره تقصد ممكن الكليه بيتعاملوا مع جمهور يعني؟ بيتعاملوا مع جمهور، وبيتعاملوا مع جمهور بفلوس كمان يعني الفحص بفلوس. يعني انا ادي لك الفحص يمثل تقريبا 70% يعني من 50 ل 70%، لا يقل عن 50% باي حال من الاحوال عن الكشف بره مثلا او الفحص. انا الكاش اوكي، البرايفت. عن الكشف البرايفت يعني ما بيقلش عن 50%، وساعات عايز اقول لك في بعض العمليات بيكون مماثل، في بعض العمليات بيكون مماثل يعني نفس السعر. مهم. مهم. فهم دي نقطة. النقطة التانية المستشفى، هي مستشفى وأنا اوريدي كنت يعني شغال كنت يعني أو رحت اتدربت واشتغلت في فرنسا وفي البرتغال مستشفيات برضو جامعة. بلس بقى الأهم من ده إن في تخصص وفي كل الإمكانيات اللي كانت متاحة يعني وكانت. بس دي كانت يعني على قد ما هي كانت ميزه على قد ما هي كانت مضره. او مش ضرر يعني، هو مش ضرر، بس هي كانت اجلت الدنيا عندي شويه. الناس ما تعرفش انا كنت رايح بفكره بحثيه بسيطه جدا طبعا. انا عشان عايز اعمل حاجه اعرف اعملها ابليكابل، يعني عايز اعمل حاجه سهله صحيح. المنال، مش عشان تكون سهله، عشان اعرف اعملها. انت عشان لازم تعرف تعملها هتشتغل. صح. فانا هشتغل بحاجه اعرف اعملها. يعني إيه هشتغل على حاجه اعرف اعملها؟ يعني انا عندي اشعه، عندي جهاز سونار بسيط، فهعمل قياسات بسيطه والدنيا تمشي، فاهم؟ بالالترا ساوند الايكو يعني اعمل ايكو قياسات بسيطه والدنيا تمشي. انا فاكر الدكتوره اللي هي المشرفه آه سابتني سنه اعمل لها مشروع بحثي. وهناك بقى كلمه بقى ان انت تعمل بروبوزال للمشروع ده، انك تعمل وتكون واخد بريميلي داتا، ويعني تشتغل شويه حالات وتوريها، يعني تبقى عامل زي سامبل كده مثلا، تعمل 10 حالات ولا حاجه، تبقى عامل لهم وعامل وتيجي توريها وعملت وكتبت وكله كله 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 في الاخر. ورجعته مره معايا كده وقالت لي طب ايه رايك تعمل كذا وبتاع. وبعد كده بعد خلاص بقى ما حسيت ان احنا يعني الموضوع بجد بقى خلاص، يعني خلاص ده جزء من المشروع بجد، يعني جزء من البحث بجد بقى. جت بتقول لي بقول لك ايه، انت عارف ان احنا جايبين مكنه جديده بتاعت ثلاثي الابعاد؟ قلت لها عارف. ايه رايك بقى تشتغل عليها؟ انا مالي انا بثلاثي الابعاد ده؟ انا مالي انا بالجهاز ده. ايوه هو حلو وكل حاجه وشغال وجميل بس انا ما اعرفش حاجه عن الموضوع ده. قالت لي لا ما انت هتعرف. قلت لها ازاي؟ قالت لي انا فكرت ان احنا عايزين نطلع رساله بتتكلم عن الموضوع ده.
ما عملناش حاجه جديده، والجهاز لسه جديد، و... وانت الوحيد اللي موجود في القسم يا دلوقتي. انا باشا ساعتها، فلوس الجهاز لازم تتحلل. فانت الوحيد اللي في القسم دلوقتي في السيرفيس اللي انت اللي تشتغل، انت اللي تغني يا منعم. عارف انت اللي تغني يا منعم، انت اللي هتغني يا منعم. ايوه. فالله الله 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 الله. طبعا دي عطلتني بقى، مش عايز اقول لك اكتر من سنه وشويه. ليه بقى؟ انا ما اعرفش اي حاجه عن حاجه اسمها ثلاثي الابعاد ده، ايكو ثلاثي الابعاد. ودي خدتني بقى ايه بقى، اوت اوف اورايزن. انا كنت بقالي سنه وشويه قاعد في الجامعه، لا طلعت بقى من الجامعه لمعهد القلب. معهد القلب عشان اتعلم يعني ايه معهد اصلا القلب البشري. عشان اتعلم اصلا ايكو ثلاثي الابعاد. ودي طبعا يعني كانت نقله بقى نوعيه تامه. يعني دي كانت غيرت بقى من مسيره التخصص القلب، لانها كانت غيرت الكارير بقى، او غيرت هنا الايه، الوجهه بقى، اللي هو من حاجه بسيطه لحاجه فيري كومبلكس. بقيت انت شايل على عاتقك ان انت تفهم، عشان انت تعرف تكتب عن حاجه. عارف احنا لما بنعمل رساله او بحث، انت اوريدي بتكون في ناس عاملين حاجات شبيهه، فانت بتروح ايه، تعمل زيهم. اه تنحتها اه تعمل عليها يعني شويه تعديلات والدنيا بالظبط تمشي. كده. فانت لا، انت بقى جاي بقى اصلا. كانش فيه غير مكانين في العالم، هم في فيرجينيا، تمام، في امريكا، وفي السويدن، تمام، السويد. مجموعتين بيشتغلوا على ثلاثي الابعاد ده، 3 دي. وهم يا دوبك اللي ناشرين كام بحث يعني، فاهم؟ هم عدد الابحاث كلها اصلا على بعضها ممكن يكملها 4 ولا 5 في الموضوع ده كله. فانت بتفتح طريق اصلا غير ممهد. انت مش فاهم بقى هو اصلا بيعملوا ايه، وجايبين القياسات دي منين، وازاي مهم. وازاي يقيس ده، وازاي يعمل ده مهم. انت بتروح تتعلم بقى من الصفر، وبتتعلم مع دكتور بشري. فلازم تعمل ميكس، لان هو في الاخر بيدي لك نفس البرنسبل، بس هي انت بقى تطبقها على الكلاب. روح بقى صحيح. طبقها على الكلاب. واحنا عندنا مشاكل في ثلاثي الابعاد. وخليني اعمل اناونسمنت هنا بقى، ان قريبا ان شاء الله، قريبا، ودي حاجه عن طريق المنصه عندك وعن طريق البودكاست اهو، قريبا ان شاء الله. في القريب، اكسكلوسيف. اكسكلوزيف قريبا ادينا جدا. ادينا في الاكسكلوسيف يا باشا. قريبا جدا باذن الله، باذن الله، عن قريب خالص هتكون اول وحده ايكو ثلاثي الابعاد في السعوديه، واظن في الشرق الاوسط. لو حطيت كلمه عند حد عنده النولج، او عنده شهاده في، او يعني متخرج من جزء ثلاثي الابعاد. فان شاء الله عن قريب ما شاء جدا الله. هنكون عندنا خدمه او السيرفيس دي، الايكو كارديوجرافي، 3 دي ايكو كارديوجرافي، في الشرق الاوسط، عن طريق جهاز وعلم. يعني مش هنقول بس جهاز، وعن طريق علم مهم. هنطبقها تبقى في الفيترينري كارديولوجي. ودي جديده. انت عارف انا دايما احب ايه، الوصول، انك تطلع وتجيب حاجه برانش جديد، ده حاجه حلوه، بس ان انت دايما تبقى مستمر، ده الاهم. لان احنا من وقت صحيح. للتاني الشغف ممكن تفقده، ولكن الاستمراريه شيء مهم. ده حقيقي فعلا. الشغف وحلاوه البدايات زي ما بيقولوا بتنتهي لو اه مفيش اصرار، مفيش عزيمه، مفيش قرار واعي انك عايز تكمل في الطريق ده، مهما كان سهل او صعب، مهما كانت اي صعوبات قبل. اي يعني انت تخصص او اي مجال انت بتطلع فيه بمستويات. ممكن في بكيرف حاد في الاول الاول. بكيرف حاد، بالظبط كده، كيرف حاد جدا في الاول. وبعدين الكيرف ده يبتدي يقل يقل يقل، وبعدين في وقت من الاوقات بتوصل للبلاتو. البلاتو ده اللي هو بيدي لك ايه بقى، اللي هو بيدي لك خلاص بتبقى يعني تفقد احساس النجاح، واحساس ان انت بتعمل شيء مميز، وكل الناس بتعمل. وهنا دي النقطة. انا من الناس اللي لو دخلت جوه الكومفورت زون والبلاتو ليفل ده، ده بيبقى مؤذي، بيبقى مؤذي، لان انت ما بتطورش من نفسك. صحيح. عايز اسالك بقى على معهد القلب البشري. الدكاتره البشريين لما لقوا دكتور بيطري كده داخل عليهم كده وبيهز كتفه وعلموني 3 دي، كان رد فعلهم ايه؟ الدكتور اصلا ما ردش عليا اول اسبوع، اصلا بعت له على الايميل، ما ردش عليا.
تاني اسبوع ما ردش عليا، رحت هو واخد هو يا بعضي باشا مش وداخله. مستوعب، هو مش مستوعب اه يا باشا. هو انت داخل داخل بعضي وداخل. تعال. داخل على هو مش يعني هو مشغول جدا. هو اصلا عايز اقول لك ان هو برضه ستيل. انا الكلام ده بكلمك على 2020 عشان بس، او 2019. 2019 يعني احنا بنتكلم من 6 سنين، الثلاثي الابعاد ستيل في البشري كان قليل. يعني كان في دكتور هاني السيد، هو ده اللي كان ساعدني على اليوتيوب، كان عنده كام حلقة كده عن ثلاثي الابعاد. يعني وهو دلوقتي دكتور مشهور جدا في مصر ما شاء الله، دكتور بشري يعني مشهور جدا في ثلاثي الابعاد، وبيدرس، وواحد راجل يعني واخد زمالة ونيابة في انجلترا بعد الفيديوهات دي اصلا. ف يعني فكره ان انا دخلت عليهم بقى، رحت معهد القلب بنفسي، رحت مقابل الدكتور بنفسي، بقول له انا اللي باعت لك بقالي دلوقتي 10 ايام. و انت انت هنا في البرازيل؟ قلت له انا هنا في البرازيل. طب عايز تبدا امتى؟ قلت له ابدا امتى؟ ابدا من دلوقتي. انا عايز ابدا من دلوقتي، انا عندي رساله عايز اشتغل فيها، انا مش فاهم اي حاجه. انا عايز انجز. وقد كان، لا لا كانوا يعني هو اول ما كانوا كلهم بصراحه مرحبين جدا. و... وانا الحمد لله بتعلم بسرعه، يعني برضه انا ايه، يعني الحمد لله قعدت معاهم وقت قليل وتعلمت بسرعه. مش قليل يعني، انا قعدت عندهم 6 شهور وشويه بس. وبصراحه كان، لا كانوا فيري هيلبفول برضه، لانه خدني معاه. لما لقاني بقى كده انا مهتم قوي، بروح كل يوم واقعد اليوم من اوله لاخره، يعني كنت مهتم جدا. مهم. وبعدين مش بس بقى، انا كمان ايه، برضه في برضه حاجه اشرحها للناس. يعني لما تلاقي حاجه، استغل اللي حواليها بكل ما، يعني انا كنت بقعد هناك الوقت فاضي مثلا، يعني ما فيش حاله ثلاثي الابعاد، بس كان عندهم وحده الكونجينيتال شغاله، الامراض الوراثيه، كنت اخش اتفرج، اسمع، اشوف هم صحيح. بيعملوا ايه. يعني مش تقعد بس مركز، انت رايح تتعلم اي بي سي، لو لقيتهم بيغنوا دوري مي فاصوليا، اسمع. انت أصل انت مش هتخسر حاجه، اقعد، مش ما هم تخسر حاجه، مش. صح. اسمع. فدي برضو انا كنت يعني اتعلمت منهم كتير. والراجل خدني بقى معاه المستشفى البرايفت. المستشفى البرايفت هناك كانت هو عنده، يعني مش عنده، يعني هو شغال برضو في مستشفى برايفت. وكان المستشفى البرايفت هناك، المستشفى البرايفت دي مش مستشفى مشهوره جدا جدا جدا. مش عارف لو قلت اسمها الناس ممكن تزعل. بس هي ايه، هي يعني انا ما عنديش لو مشكله قلت خالص. لو قلت اسمها بالبرتغالي هتمشي. اه فاهم. هي مستشفى، يعني مستشفى لا هسميها الاسم الاول بتاعها البرت اينشتاين. يعني مستشفى اه. البرت اينشتاين. تمام. ف... اه. وفيها جزء اكاديمي. فالجزء الاكاديمي ده عندهم، يعني فهو كان دخلني بقى مع الجزء الاكاديمي ده، ان انا اقعد واشوف واستخدم الداتا بتاعتهم كلها واتعلم واعمل اقص القلب واقطعه ثلاثي الابعاد، يعني على الجهاز يعني، مهم. مهم. واشتغل واعمل الكلام ده كله. لدرجه انه لما كان عمل دوره تدريبيه جابني فيها، وكنت انا بساعد الدكاتره البشريين اللي كانوا لسه بيتعلموا ازاي نعمل نقطع القلب، يعني نعمل سلايسنج للقلب، وناخد عشان نشوف الاناتومي بتاع مثلا الميترال فالف، نشوف الاناتومي بتاع الاورتيك فالف، ازاي نعمل الحاجات دي. كنت يعني قاعد بساعد الزملاء يعني. فكان بالنسبه لهم يعني لا، كانوا هم مرحبين جدا. كانت غريبه، كانوا بقى عندهم فضول كتير، يعني كانوا بيسالوني هو انتوا بتعملوا كده، انتوا بتعملوا كده، طب بتعملوا بيس ميكر، طب بتعملوا عمليات مش عارف ايه. اياميها كانت اشهر عمليه ثلاثي الابعاد يساعد فيها. وهي دي بقى، لو ده سبب مجي لامريكا، يعني ده سبب مجي لامريكا. اياميها الكلام ده احنا 2019، كان حاجه اسمها ميترا كليب. ميترا كليب ده عباره عن الكليبس اللي الناس اللي ما ينفعش تعمل عمليه قلب مفتوح وعندهم مشاكل في الصمام المترالي. الثلاثي الابعاد ده بيساعده، وهو بيشوف العمليه بالظبط، يشوف يحط فين الكليبس ده فين بالظبط. اوكي. مهم. الكلام ده اياميها في 2019 انا كنت بشوفه في معهد القلب البشري، يعني من 6 سنين. من سنتين وشويه بدات اشهر عمليه في القلب في الكلاب اللي هي اسمها في كلام. اسمه كليب هناك مايترال كليب، او ام كليب، ميترا كليب. هنا اسمه في فيترينر، يعني كلامب. في كلام. مهم. اه في كلامب. فالعمليه دي اتشهرت جدا، وهي ثلاثي الابعاد. اكتر حاجه، او الايكو ثلاثي الابعاد بيساعد فيها هي العمليه دي، كانت في البشري. والنهارده
طبعا مش بس كده، في البشري بيعملوا عمليات تانية زي الاورتيك فالف، فالف وكده، بس الكلام ده لسه ما يخشش عندنا قوي. لكن اشهر حاجه ثلاثي الابعاد ممكن يساعد فيها في البيطري اللي هو في كلامب، اللي هو زي الميترا كليب. انا كنت بشوف العمليه دي كتير جدا في معهد القلب، وكنت بتعلم ازاي نقطعه ونشوفه. النهارده رجعت تاني امريكا عشان اشوف العمليه دي واشوفهم وهم بيشتغلوا الموضوع ده، والناس والشباب وهم بيعملوا ال 3 دي، ولاقوني انا شغال، انا فاهم هم بيعملوا ايه. فكانوا استغرابين يعني، فقلت لهم لا انا فاهم برضو. دي برضه ان انت لما تخش مكان تبقى انت برضو يعني حاول على قد ما تقدر تكون مذاكر كويس وعارف علم كويس، ده بيساعدك ان انت تبقى قريب من الناس، قريب علميا يعني على المستوى الفكري. مهم. انا عايز اخد من حته، من نقطه الاجابه الاخرانيه دي. لما انت كنت بتقول ان انا كنت واقف ووصلت لمرحله ان الراجل استعان بيا ان انا كنت بشرح للدكاتره البشريين السلايسنج وال3 دي والكلام ده كله. نعم. ايه قد ايه يعني الواحد بيبقى فخور بنفسه لما يلاقي نفسه ان هو بيمثل مهنته، وفي نفس الوقت بيمثل بلده في بلد غريبه. اه طبعا، هو انا فاكر ان انا يوميها كنت مبسوط جدا، يعني كنت مبسوط جدا، وهو حتى يعني طلعني والناس كلها يعني كانت يعني انت بتبقى سعيد ان بص انت في الاخر اي نجاح في الدنيا بيأثر، اي نجاح الواحد بيوصل له بيكون بيأثر على سعادته الشخصية. و... ودي حاجة من اللي احنا يعني خلينا نقول ايه، احنا عايشين في الحياة عشان نكون يعني نشتغل وننبسط. يعني انا ما مش ضد، أو انا مع فكرة ان احنا خلي الشغل يكون متعه يعني، فاهم؟ فاكيد انت لما بتنجح بتبقى مبسوط، اكيد ان انت لما بتمثل بلدك بره بتكون مبسوط. يعني انت لما بتقول انت الناس بتسالك انت منين او انت منين، بتقولها بكل فخر، لان انت غير ان انت تكون عامل عامله منيله فيجي حد يسالك انت تقول له انت منين. يعني انا ادي لك على سبيل صحيح. المثال، انا احمل الجنسيه البرازيليه، تمام، ودخلت السعوديه كاحمل الجنسيه البرازيليه، لكن انا بتكلم مع الكلاينت بالمصري، واي حد يقول لي انت منين اقول له انا مصري، تمام. بس طبعا انا دارس ومتعلم في البرازيل، الجزء القلب ده انا اتعلمته في البرازيل، لكن لما اي حد يكلمني انا ما بكلموش بلغه مثلا ما بعوجش لساني زي ما بيقولوا، فاهم؟ لا بكلمه بالمصري، وهثبت صحيح. ان انا شاطر كان انا مصري. يعني انا مش هثبت صحيح. ان انا شاطر ان انا عشان اكلمك اعوج لساني. انا ممكن لو عايز اعوج لساني هعوج لساني واتكلم احسن منك 4 لغات، يعني عادي لو احنا بالعند هنعاند بعض. لكن هي الفكره في الاخر الانتماء. الواحد الحمد لله متفهم تماما العلم. صحيح بعض الزملاء مع الأسف بيضعوا الواحد في موقف محرج، ولكن الواحد خليه الجزء الكويس هو اللي يمثله. فأنت بالتالي أنا لما كنت بروح وبطلع وأتعلم الناس كنت بمثل إن أنا مصري وبمثل إن أنا دكتور بيطري صحيح. يعني. فبس. هو ما احلى انك تبقى مصري ودكتور بيطري. طبعا، مشكلة ان الوقت الحلو بيعدي دايما بسرعة. انا عندي ليك اسئلة كانت كتير قوي عن النافلي والمعادلة الامريكية وقصتك معاها، وكمان شوية اسئلة ليها علاقة ببعض بالشغل والكلام ده كله. بس خليني اخد اخر سؤال وبعدين نروح للمفاجأتين. ماشي. فاكر يا سيدي، كان في حديث كده جمعني ما بيني وما بينك على التليفون. كنت انت راجع في المترو في ساو باولو 2019، تمام؟ وقلت لك كلمة أنا لسه فاكرها لحد دلوقتي. قلت لك يا أحمد أنت كأنك زي الطفل الصغير اللي راح ناحية بركة ولقى المية هادية، قام مسك طوبة وقام رماها وقام محرك الهدوء بتاع البركة دي، وما شاء الله والبركة بقت موج. فقلت نعم. لك قلت لك صح. صح ولا مش صح؟ ولا انت ايه احساسك دلوقتي؟ انا كنت طبعا اقصد أنا موضوع فاهم أنت تقصد إيه. الكورسات اللي انت كنت لقيتها اونلاين من البرازيل. وفاكر هو ردك أنا ساعتها. فاكر آه ردك عليا ساعتها ومش هنساه وهقوله على الهوا. قلت لي يعني انا واقف، يعني انا في المترو واقف وتعبان وجاي بعد يوم وملزق، وانت تقول لي طفل وبركه وطوبه. انت عارف لو الطوبه دي الطوبه دي لو اتلعبت عليها دي تتبخ. حبيبي، انت الواحد ليه أنا انت فاهم أنت. ليه
اخترت الطريق ده؟ لا، هو اخترته ببساطه شديده. انا كنت بدات اقابل حالات، عارف انت القطط اللي بتجيلك عندها مشاكل في النفس و... وانت فاكرها عندها نيمونيا، وتديها انتي بيوتيك وانتي ستامين وانتي انفلاماتري وديكسا، وتقعد تعمل معاها كل حاجه، اه. فاهم؟ وما بتاكلش، فتديها شويه محاليل، فطبعا القط يكون خلاص بيموت، يعني بيجي له سوائل في الصدر ويموت، يعني خلاص ما هو ما بيتعالجش، وانت مش عارف عنده ايه. وبعد يعني عنده القلب. طب انا اكتشف ازاي انه عنده القلب بدري؟ يعني او الحاله اللي بتجيلك بتكتشف انه عنده القلب، بتعمل اشعه تلاقي القلب قد كده، بس هو خلاص، ما هو انت جالك في اخر مرحله، يعني فاهم انت برضو ايه؟ صحيح. اخر صحيح. مرحله في وكمان انتهت. وكمان مش هتعرف تعمل ستيجنج للمرض هو نفسه. خلاص، هو جاي في النهايه، يعني هو جاي في النهايه، فانت لا، كان هدفي بقى، طب ما انا اكتشف الحالات دي في بدري بدري، واعيش معاها قبل ما توصل للمرحله دي. يعني لا. والسؤال دايما بتاع اي اونر يقول لك يا دكتور، هو انا ما كانش ينفع اعمل حاجه انقذه من اللي هو فيه ده او امنعها؟ اهو ده السؤال فعلا. طب ما ايوه صح، انت ممكن تعمل حاجه، ان انت تكتشف وتعمل ايكو مثلا بدري، وتلاقي ان هو عنده قلب، فتبتدي ياخد ادويه. على الاقل انا مش همنع المرض، ولكن انا ممكن اعطله، يعني بدل ما مره واحده طاله. كده. اقلل اعراضه. بالظبط، يعني يعيش كواليتي اوف لايف كويسه، صاحبه يبقى مهم. فاهم، بدل ما يجي لك في اخر يوم مش عارف يتنفس وخلاص، وبكره يكون ميت. يعني هي دي، لا هو صحيح. ده كان السبب. اما السبب ان انا بدات اعلم الناس ان الموضوع جهل تماما فيه، كانت ساعتها انا خرجت يعني مصر، كان في ساعتها فيش غير دكتورين ثلاثه مثلا في مصر اللي بيعمل ايكو، واللي يا دوبك مهتم بالموضوع ده، والزملاء برضو ربنا يديهم الصحه، يعني كانت الدنيا بيسموها ايه، الحاجات، الامكانيات مش متوفره. الامكانيات، برافو عليك، الامكانيات كانت صغيره. الامكانيات العلميه والماديه وكل شيء. اه حتى يعني امكانيات الكلاينتس ما قليله. كانش عندهم. بالظبط، فانا قلت لا، طب ما احنا لو عملنا توعيه اكبر على مستوى اكبر، سكيل اكبر، دكاتره كتير يتكلموا عن امراض القلب، الاونر يوافق على انه يعمل فحوصات القلب، الدكاتره تستثمر في الموضوع ده. ما هو لما يبقى مثلا هي منظومه كامله، لازم تيجي من دكتور بيوعي الكلاينت، الكلاينت يوافق ويطلب الخدمه، لما الكلاينت يطلب الخدمه، الدكتور التاني هيشتري الاجهزه، فالشركه تبيع لك جهاز، الشركه تشتري اجهزه. هي فاهم، منظومه صناعه كامله. الصناعه ايوه، دي دايره لما كامله، صح. لازم تبدا عن طريق مش واحد ولا اتنين، تبدا بماس يعني عدد. فانا ده كان هدفي، وفعلا انا اقول الحمد لله ان انا نجحت في الجزء ده. لان انا مثلا النهارده الناس اللي خدوا معايا اول كورس عملناه، انا طبعا عملت كورسات اونلاين من 2019 بس مثلا، وطبعا في ناس كتير اتعلمت، بس في ناس بقى خدت معايا كورسات بجد في 2020. الناس دي النهارده شغاله في الامارات، وشغاله وكان في منهم اللي شغال في البحرين، واللي كان شغال في السعوديه، وما زالوا، واللي في مصر كتير. فخلاص بدأت الايه، الناس بقى التخصص بدأ يعني ايه. ومش انا بقى في ناس تانية بتيجي تدي كورسات في القلب وتعمل، ما هو بقى احمد خلاص، ما فتحنا الباب، يعني فاهم. مهم. فاي تخصص محتاج ان انت تعمل عدد ناس كتير تبتدي تهتم بيه، وبالتالي الاهتمام بالموضوع هيفتح بقى الافاق. ده كانت فدي الكلمه اللي انت قلتها، يعني البركه اللي هي كانت راكده دي، انت حركتها يعني. فانا الحمد لله كنت بالظبط كده. احد الاسباب ان احنا حركناها. الحمد لله. طيب، جه الميعاد دلوقتي لاول مفاجاه. امم يا اتفضل يا مسهل. دكتور. مفاجاه رقم واحد. حبيبك وقريبك وصاحبك، يا رب يكون سمعنا دلوقتي والنت ما سقطش منه، عشان هو كان في حته فيها. احنا طولنا على الناس قوي، ساعه شويه. احنا طولنا فعلا، بس هو الكلام آه. جميل وجاب بعض. دكتور، مفاجاه رقم واحد. طب انا هقول الاسم بقى خلاص. دكتور دربالة. اوه. دكتور دربالة، معانا يا دكتور ولا كونكشن وقع منك ولا ايه؟ دكتور تربالة اول حد انا جيت لما جينا، الناس كانت بتطلب بقى كورسات، عايزين نعمل كورس، وانا كنت شايف ان انا يعني ادي كورس
فهو لا، هو بصراحه اول واحد شجع لي لا يا عم تعالى نعمله، وتعالى اعمله عندي في السنتر وده كانت غير ان هو احنا بقى يعني انا اعرفه من زمان، مش عارف هو ده يعني انا اعرفه من زمان. اشوف بقى هو فاكر اول مره اتقابلنا امتى ولا لا. اه دكتور دبالة كان كاتب لي من شوية ان هو في منطقة معينة والشبكة ربنا يستر بقى. امم خش على طيب، المفاجاه الثانيه. فجأة رقم اتنين. السلام عليكم. ازيك يا دكتورنا واستاذنا؟ ازيك يا عبد الله، عامل ايه؟ ازيك يا دكتور؟ دكتور عبد الحمد الله لله. المتوكل من اسكندرية، نجم نجوم اسكندرية. الله يخليك. طبعا. الله يخليك. عامل ايه يا دكتور؟ لا وحشني والله يا دكتورنا، الله يكرمك. الله يخليك يا سيدي، حلوه المفاجآت دي. يلا. عبد الله بقى دكتور ايه يعني من اكتر الناس اللي قعدت يعني في كل، ما فيش حد اخر مره انا والله يعني عبد الله كنت في المحاضره، كنا بندي محاضره في اسكندريه اخر مره، وراح برضو جه حضر والله يعني. قلت يعني ما فيش اي فرصه ان الواحد بيدي محاضره وتلاقي عبد الله قاعد يعني بيسمع وبيتعلم. وهو ما شاء الله دلوقتي يعني استاذ، يعني ما شاء الله الله يكرمك بيعلم يا رب. الناس انا وعامل اتشرف شغل ما شاء الله في اتشرف اسكندريه ان جميل. انا اتشرف ان انا تلميذك. وفعلا حبيبي الله يعزك. كان في كورس انت قلت لي ما انت حضرته قبل كده، او انت المعلومات اللي فيه انت حضرتها معايا قبل كده. قلت لك لا بس عادي يعني احب احضرها يعني. الله يعزك يا سيدي، ألف هي شكر. الحاجة الجميلة ان الواحد في فترة من الفترات كان مسحول مع بتوع بشري وكتب بشري، ومش عارف إن في حاجة بيطري يعني. لأن المجال ده مش بيتطرق ليه أكتر في الجامعة. فمرة واحدة ده في دكتور في البرازيل وبيدي وهيدي كورس أونلاين، وهيشرح فيه ECG، هيشرح فيه إيكو، فالواحد بقى يعني الدنيا نورت معاه بقى، يعني اللي هو يعني اتحط على الطريق يعني مع حضرتك يعني. وانا ببقى سعيد جدا لما ابعت لحضرتك اي حالة. مثلا افتكر في 2020 وانا لسه بتعلم فيوات بعت لحضرتك حالة كده، فقلت لي دي ventricular septal defect، وهي لا كانت في كالر دوبلر معايا ولا اي حاجة. فاللي هو قمت قايل للاونر احتمال تبقى ventricular septal defect. فال فالاونر سافر مدريد وراح عمل ايكو هناك، وبعدين قالوا له ventricular septal defect. فما شاء الله. طب ما كمل اول. لا عندنا نظرة. دكتور محمد اه محصور، عندنا دكتور عبد الله نظرة المتوكل. الخبير برضو يعني، نظرة الخبير انا حاسس ان في حاجة غلط، ومفيش كلر ومفيش دوبلر ولا كونتينوس ويف دوبلر لا ولا. لا، انا اقصد ما كمل اول على الاونر، يعني رحت لي مدريد وجيت لي من مدريد لا وعندك اتنين فطاحل اهو. لا هي فكرة نظرة الخبير بتاع الدكتور احمد، ما شاء الله ربنا يبارك فيه يعني. حبيبي الله يعزك يا سيدي، الله يخليك. دكتور عبد يعني الله احنا انت كنت. اتفضل. اتفضل يا دكتور أحمد. انا اقول بس الواحد بيجتهد مش اكتر، الواحد بس طول ما يعني يحب مجاله يشتغل فيه اكتر، وحاول طول الوقت يتعلم زي ما عبد الله كده بيعمل. يعني حتى لو الواحد بيسمع محاضرات حتى لو بسيطة بيرجع يسمع تاني وتالت وبس يعني دي. دكتور عبد الله كان من باكورة الناس اللي حضروا اول الكورسات خالص في 2019. وكانت واتعرفت عليك في الكورسات دي. ايوه ايوه. بالظبط صح. طبعا اتشرفت بيك يا دكتور عبد الله. لا الله بس يكرمك بقول لك ايه، يا كبير. في الكواليس دكتور عبد الله انا وهو ما شاء الله يعني يقعد يبعت لي حالات الترا ساوند وحاجات الترا ساوند، وانا وهو مع بعض الصراحه برضو انا حضرت معاك قبل كده في اسكندريه. اه كورس الترا ساوند، ايوه. صح صح. ايوه. ما شاء الله عليك، بسم الله الله ما شاء يكرمك. الله. الله يخليك. هو دكتور دربالة، انا بعتذر له هو جدا انا لو هقول للناس لو لا انا لا كنت لا، هو قلت انا هقول عليه. للناس دكتور محمد. هو احنا بقى انا هقول لكم بمناسبة دكتور محمد، انا اول حد من الناس بقى اللي شجعتني او عرفتني فكرة ان احنا نروح نتعلم بره. لان الدكتور محمد انا اعرفه من واحنا انا كنت ساعتها في الكلية في سنة رابعة. هو كان ساعتها
كان بيعمل الماستر مع دكتور الله يرحمه سامي عبده. يعني هو كان احد المشرفين بتوعه، دكتور سامي عبده. ف يعني لقيت فيه انسان بصراحه من الناس اللي هي بقى اللي مجتهده ويروح ياخد كورسات ويروح يتعلم ويروح يتعلم بره وكده. ده كان احد برضه لما تيجي تقول لي يعني من الدوافع اللي شفت فيها، اللي هو فعلا عايز تتعلم تروح تتعلم بره. كنت فيري يعني، كان هو من الناس اللي شجعتني او ورتني ازاي طريق المجتهدين. فجزاه الله خير يعني. غير ان هو انسان على المستوى الشخصي، انسان صديق بقى، يعني انا صديق ودايما دايما ينصحني نصايح وانسان كده. راقي، واول ما سمع ان احنا عايزين نعمل لك مفاجأة وفي مداخلة وكده، كان حابب جدا ان هو يكون موجود. انا اه كنت بعتذر نفسي له على كان التأخير نفسي اسمع تاني. نصايحه، لان هو دايما لما بيقابلني بيديني كام نصيحه كده، وساعات انا ما بسمعش بعض النصايح. لكن هو دايما بيديني نصايح كتير. فان شاء الله لينا فرصه بقى نبقى نتكلم معاه بعد اللايف ده ان شاء الله. ان شاء وشكرا على الله. وشكرا على اللايف، على احنا الانفيتيشن دي احنا بس استاذنك ناخد كام سؤال الاول. اه انت اتفضل. انت اوكي ولا الدنيا برد عندك؟ لا لا، عادي عادي، اوكي اوكي. تمام. في على اللايف بتاع الفيسبوك دكتور محمد مصطفى، خليه دكتور احمد منور الدنيا يا ريس، اوصل الرياض وخلينا اشوفك. ان شاء الله باذن الله. تمام، يلا ناخد الاسئله بقى. امم دكتور اسلام حسين، اول ما بدات تسافر يا دكتور كان عمرك قد ايه؟ هو يقصد على سفريه البرتغال. كنا لسه متخرجين من الكليه. كنا لسه متخرجين من الكليه. لسه 21 سنه يعني متخرج. تقريبا. 22 21 ف 22 21. دكتور مو الشرباصي بيقول مستواي في الفرنش بي 1، هل مم. المفروض ابقى بي 2 عشان اقدم او اتقبل؟ ده انت بقى انت بتتكلم على معادله او كده. لا انت لازم تكون الكوميونيكيشن بس هي اللي اهم. يعني هو الفكره ان الجامعه بتشوف الكوميونيكيشن بتاعك كويس. انما لو انت بتتكلم على اجزاء اللي هي المعادلات والمعادله، وان انت تعمل بي 2 مش بي 1. تمام، اعتقد ان هو بيسال على موضوع تدريب، لان اه في تكمله للسؤال بيقول لا، ممكن اشتغل هناك جنب تدريب ولا المصاريف نظامها هيبقى ايه؟ اصل انت مش عارف. انا انصح الناس تروح تتدرب الاول قبل ما يروح يشتغل، الا لو هيشتغل حاجه تانية غير الطب البيطري عشان يقدر يصرف عليها، فاهم؟ يقدر يصرف على نفسه يعني. لكن ان انت تروح تتدرب او تشتغل مثلا تكنيشن او غيره، يعني ما اعرفش. لكن انا انصح ان التدريب بياخد اليوم كله. ففكره ان انت تشتغل مع التدريب ده، لان انت بتروح تتدرب مثلا، مش مثلا انت بتروح مثلا ترشب كل يوم من الصبح صحيح. لاخر النهار، فانت هتشتغل صحيح. امتى؟ تمام. فدي نقطة لازم ياخد باله منها. لا التدريب، يعني التدريب مع الشغل دي بيعملوها الناس اللي فيري فيري يعني صعبة شوية. يعني ربنا وفق الجميع الحمد لله، يعني الواحد ما كانش يحتاج ان هو يعمل ده. يا رب يوفق الجميع ان شاء الله. دكتوره امين. منال، سؤال تاني. دكتور احمد، برأي حضرتك لو الطبيب البيطري غير المتخصص الجي بي مم. بيمارس الطب، بس طبعا لأن الدراسة في مصر مش زي الدول التانية، نقدر إزاي نأسس نفسنا طبيا من حيث الأساسيات زي الأناتومي والفسيولوجي وغيرهم، عشان نقدر نبقى جي بي مع ثقة كافية إن هو يقدر يقرر ويدور على السبيشاليتي؟ طيب هو اول حاجة انت بتبدأ من الكلية. اهتمامك بالحاجات الأساسية دي من الكلية. ده أول حاجة. يعني أنا كنت بذاكر الفسيولوجي زمان من كاننجهام وأنا لسه في الكلية. ده رقم واحد. رقم اتنين، بعد ما تطلع عندك حاجات كتير جدا. النهارده النت ما سابش حاجة. اليوتيوب وفي مواقع تعليمية. كان أكاديمي عليها حاجات في الفسيولوجي رهيبة، وفي حاجات كتير جدا، وفي حاجات على اليوتيوب على الأناتومي. عم- يعني في حاجات على النت النهارده، ريسورسز كتير جدا عشان تتعلم العلوم الأساسية دي بصوره كبيره. حتى كمان مش بس العلوم الاساسيه، حتى الحاجات الطبيه البيطريه. محاضرات على كل حاجه، على كل في سيفا اكاديمي وبورينجر اكاديمي، وحاجات دي كلها على النت. عليها محاضرات في كل التخصصات تقريبا الكبيره. كارديولوجي بقى ونيورولوجي وانكولوجي وكده. طيب جنرال براكتيشنر في مصر، ستيك وذ يعني وذ ذا بيرفكت بيبل. دايما في مصر في ناس شاطره كتير. روح اقعد معاهم. روح اتدرب. ما تقولوش عايز اشتغل اخد فلوس. روح اقعد شهر اتنين تلاته الزق اتعلم. دي نصيحتي.
تقعد تتعلم منهم تتعلم لحد ما تتعلم. وبعد كده انت نفسك هتلاقي التخصص جالك، التخصص اللي انت عايزه انت هتلاقي نفسك انت بدأت تميل اليه اكتر. بس stick with the good people، فاهم؟ الزق، خد يعني، اقعد معاهم، اتعلم، اقعد معاهم. تمام. الناس اللي حاضره، يا ريت لو انتوا عايزين دكتور احمد محسن يطلع معانا في حلقه تانية يكلمنا بالاخص المره دي على المعادله الامريكيه وعلى بعض الحالات اللي هو شافها في البرازيل، او بعض الحالات الانترستنج اللي هو شافها في الكارديولوجي عموما، اكتبوا لنا لو سمحتوا في التشات بوكس. عندي في سؤال حد من اللايف. بيسأل على الويب سايت، على الكارديولوجي، في موقع مشهور اسمه سي اي اديوكيشن بتاع كارديولوجي، عاملينه مجموعة في أمريكا برضو، ده في حالات كتير ويجيب لك الحالة على هيئة أسئلة. ده من الحاجات يعني، في ويب سايت كتير، انت لو دخلت ودورت ولقيت هتلاقي حاجات، يعني البحث حلو يعني. دكتوره منال بتكمل السؤال بتاعها، بتقول اختيار السبيشاليتي يبقى بناء على ايه تاني غير الشغف؟ بناء على النيدز. ما انت النيدز، احتياج الناس اللي حواليك ايه، احتياج الحالات اللي حواليك ايه. يعني مثلا النهارده في كم سبيشالست اوفتالمولوجيست مثلا موجود، قليلين بس حالات كتير. ديرماتولوجيست، مين اللي متخصص ديرماتولوجي بجد بجد، انا بتكلم. انا شفت الديرماتولوجيست بجد، يعني شفت ناس عملاقه. في محتاج تخصصات على النيدز، مش بس الشغف، النيدز احتياجاتك انت، امراض كتير جدا، ديرماتولوجي، امراض كتير اوفتالمولوجي، امراض كتير. فبتعتمد في الاخر على برضه النيدز. انت النهارده احتياج اللي حواليك، انت ممكن تكون في منطقه بتشوف امراض كتير انكولوجي، ممكن تكون بتشوف امراض كتير، شغال في مكان بتاع، شغال في مكان فيه محتاجين ريبرودكشن، اشتغل في الريبرودكشن بس. تمام. معايا سؤال تاني من اللايف فيسبوك من دكتور عادل علاء. هو بيقول لك ناخد كورسات ايه وننزل تدريب ايه؟ هو يقصد طبعا لو واحد لسه متدرب ولسه بيشتغل ازاي يقوي نفسه بحيث ان هو يبقى واقف على رجله. انا عارف ان انت قلت على الموضوع الجي بي، بس انا عايزين نعمل هافرنج تاني على اجابه السؤال ده. اي كورس، اي حد عنده علم، شاطر، معروف في مكانه، عنده علم، اتعلم منه. خد من اللي بيشتغل، ما تتعلمش من حد بيجي يعني نصيحة من حد، يعني اتعلم من اللي بيعمل، اتعلم من اللي بيعمل، بمعنى ما دونت يعني ما تبقاش جو اهيد مع التايتلز، فاهم؟ تايتلز كتير في الاخر، هل بيشتغل الكلام ده ولا لا؟ تمام. ده رقم واحد، اتعلم من اللي بيعمل. رقم اتنين، كورسات، في كورسات كتير، في حاجات على حسب فاينانشالي انت محتاج، في حاجات في اوروبا، في حاجات بتتعمل النهارده الامارات، فيها حاجات بيجيبوا ناس كويسين. السؤال ليه عوامل كتير، هل انت مستعد انك تدفع فلوس ولا لا، مستعد ان انت تسافر ولا لا، هل عندك التشانسز دي ولا لا، كل حاجه بس في الاخر اتعلم على قد ما تقدر، اتعلم من كل اللي يقابلك، وفي الاخر انت احكم، احضر لده واحضر لده واحضر لده، وانت مع اللي هتشوف هتقول لا والله الدكتور ده انا حضرت له كورس لا جاء كويس، والدكتور ده يعني ما استفدتش منه. في دكتور ممكن يكون بيعمل بس ما بيعرفش يوصل معلومه. هي صعبة شوية صحيح. بس يعني صحيح. ممكن. في ناس ما بتعرفش تتكلم، في ناس خجولة، فانت في الاخر انت يهمك في الاخر ان انت تعرف تتعلم، فاللي يقدر يوصل لك المعلومة هو ده to get with him يعني. هو دكتور عادل كان سأل سؤال قبله بيقول لك نصايح لو في حد في رابعه كليه يعمل ايه، والتوهان اللي بعد التخرج. انا بقول لك يا دكتور عادل روح اتعلم برتغالي. اتفضل يا دكتور بص، احمد، يلا السؤال. سنة رابعة عيش حياتك. انت لسه يعني، حاول تبقى، خليك اتعلم في الكلية على قد ما تقدر، اتعلم، روح اتدرب زي ما قلت لكم. انا كل الناس الطلبة في الكلية بقول لهم استفاد من وقتك في الكلية، اتعلم لغات، تتفسح، شوف بلدك. الحياة بعد كده هتبقى مختلفة تماما، ولكن مع نفس الوقت ده ما تجهدش نفسك كتير، لكن روح مثلا عيادة حواليك، مزرعة، مصنع،
بتاع دواجن، لف شوف اللي حواليك لحد ما تلاقي، اعرف مجالات اللي حواليك كلها، لحد ما تلاقي المجال اللي انت بتحبه. لما تلاقي المجال اللي انت بتحبه، صدقني هتتعلمه بعد الكليه يعني افضل. يعني ما تحاولش تجهد نفسك وانت في الكليه كتير. الكليه وقت للتعلم، مش لان انت تروح تتدرب كتير. اعرف بس، يعني روح اعرف. مره واحد خد فكره يعني. مره واحد بيقول لي انا في سنه رابعه وبعمل عمليات اس بي اي ومش عارف. يعني كونك ان انت بتعمل عمليات وكده، ده لا يعني ان انت دكتور. انت كل الموضوع ان انت بقيت اصبحت راجل تقني. لازم تكون فاهم ما صحيح. بعد الموضوع. يعني الكومبليكيشن، صحيح. لو حصلت كومبليكيشن هتحلها ازاي؟ لو حصلت انفكشن هتبقى انت عارف ايه اللي هيحصل، ولا ايه نوع الماتيريال اللي انت بتستخدمها، ونوع الانفكشن اللي انت بتستخدمها لازم تبقى اوير بالموضوع، مش مجرد تقني بتشوف وتقلد بس. معانا سؤال تاني من دكتور موش شرباسي، بيقول لك لينكات الحسابات يا دكتور، هو يقصد حسابات السوشيال ميديا بتاعتك، الاي جي، الانستجرام، والفيسبوك. يعني ما ف مش عارف بقى بحطهم على اصل انا يعني هو احمد محسن، بس هي في الناس كلها اسمها احمد محسن بس يعني. احمد محسن بس، حتى الاي جي احمد محسن بس. الانستجرام هو احمد محسن، احمد دوت محسن دوت اي. احمد دوت محسن دوت اي. استاذ علي تكنيكال، ممكن تنزل لنا الحسابات بعد اذنك في الشات بوكس؟ انا ممكن اكتب له اهو احمد دوت تمام. محسن. طبعا دكتوره هاله، انت دكتور احمد جاوبت عليها اوريدي، اللي هو السؤال بتاع الويب سايتس. اوكي. دكتور مو بيسأل تاني على الموضوع المعادلة، احنا قلنا دي هنفرد لها لازم حلقة مخصوصة. مم. تمام. مفيش مشكلة يا دكتور مو، ما تحملش هم في حاجة خالص. دكتور مو بيسأل سؤال تاني. انا شايف حاليا ان في حالات كتير قوي كدني والليفر بيبقى تشخيصهم متأخر لحد ما الحالة تتأخر. هل في حد متخصص كلى وكبد وجهاز هضمي، ولا هي بطنة عموما؟ بص، هو في تخصص النفرولوجي، ده تخصص عشان بس نبقى عارفين، تخصص جامد يعني جدا. الناس اللي بتعمل دياليسيز، والناس اللي بتشيل الحصوات عن طريق السيستوسكوب، تمام، ويعني فاهم، واللي بيعملوا يعني هو مينلي اللي انا شفتهم في البرازيل بيعملوا دياليسيز، وبيعملوا عمليات سيستوسكوب، وبيعملوا عمليات اللي هي الاكتوبيك يوريتر. فده تخصص كبير يعني، ده تخصص لحد ذاته. النفرولوجي ده تخصص، اوكي، نفريورولوجي ده، فاهم، ده تخصص. الجزء بتاع فده بس. بص برضو اجابه من على السؤال بتاع التخصص برضو، الانفستمنت في تخصصات الانفستمنت فيها عالي وغالي. يعني النهارده عشان نقول ان احنا محتاجين تخصص، مثلا انا اتكلم على تخصص القلب. القلب عايز جهاز ايكو مثلا مودرن وحاجه ادفانسد، فده رقم بفلوس. النهارده عشان تيجي تقول نفرولوجي، محتاج يعمل، عشان يعمل سيستوسكوب محتاج ريجيد، ومحتاج فليكسبل، ومحتاج وحده دياليسيز. ده انفستمنت. لكن مثلا عشان تيجي تقول ديرماتولوجي، محتاج ميكروسكوب ومخ، فاهم، ومعمل كويس. نفرولوجي، فنيجي تاني مثلا تخصصات ايه تاني؟ اوفتالمولوجي، فده محتاج مثلا ميكروسكوب، ومحتاج لو هيعمل عمليات الكاتاراكت. فده برضو احد الحاجات اللي بتساعدك تختار هل انت تقدر على الانفستمنت ده ولا لا. ده برضو احد الاسئله اللي هيجاوب على السؤال، يعني السؤال بتاع التخصص. فهي بتندرج تحت البطنه. اللي هو بقى بيقول الكلام ده بتندرج تحت البطنه، بس في الاخر في حاجات بتبقى محتاجه ستيل مور. بمعنى الجنرال براكتيشنر ممكن يعالج امراض القلب العاديه، اللي هو او بنسميها مش العاديه، اللي هي الكارديوجينيك اديما. اي دكتور لازم يكون بيعرف يعالج الكارديوجينيك اديما، لكن مش دكتور القلب هو اللي بيشخص السبب، هو اللي بيشخص الكونجينيتال، هو اللي بيقول دي سببها كذا، هو اللي بيقول ان احنا ممكن نعمل عمليه ولا ما نعملش عمليه، فاهم. انما بتاع الباطنه يقدر يشخص، يقول لك دي كارديوجينيك اديما والقلب متضخم، وندي دايريتك، وندي هو دايريتك وانوتروبيك مثلا وخلاص. لكن دكتور القلب هو اللي هيقول والله ده السبب، وده مثلا مايترال فالف، ده ولا في اس دي،
ده محتاج يعمل عمليه، ده مش هيقدر يعمل عمليه، ده فيري البروجنوستيك بتاعه سيء. بس فده نفس الفكره بقى، يعني انه في الاخر الدكتور هيقدر يعالج مشاكل الكلى البسيطه، لكن في الاخر النفرولوجيست هو اللي هيحدد ده ينفع يعمل دياليسيس ولا ما ينفعش يعمل دياليسيس، ولو هيعمل دياليسيس يعمل قد ايه وكده. الأسئلة معانا حلوة وكتيرة النهاردة، وأنت لو في أي وقت امم حسيت إن أنت وصلت لمرحلة مش قادر ترد على الأسئلة كلها، التكنيكال هيجمعها لك وممكن ترد عليها. بس دكتور معانا دكتور كيرلو الظريف. هو الفكرة إن الأغلب في مصر يا دكتور محدش بيديك فرصة تجرب بإيدك، فإحنا إزاي نتعلم من خلال النظري فقط؟ أعتقد شاهد الشغل يا بإيدي مهم. حبيبي، انا عندي اجابه ليك. بص، انا قبل ما حطيت ايدي على الحيوان او اعمل اي عمليه، حتى في البرتغال لما اتعلمت، انا دخلت مثلا قعدت شهر كامل كامل قاعد اتفرج على عمليات. اوكي، عشان في الاخر الدكتور يجي في اخر الشهر ده، اخر 3 ايام، يجي يخليني انا اخيط او يخليني انا اعمل الانسيشن. فانت لازم تتعلم 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 تتعلم، وفي الاخر هو الدكتور نفسه لو شايفك انت خلاص شفت كتير، وبتشوف بتشوف فعلا، ومركز معاه وبتساله، هو بنفسه اللي هيجي يقول لك تعالى اعمل كده. يعني انا فاهمني، يعني انا في دكاتره اتعلمت معايا في السعوديه، كانت في العياده اللي كنت بشتغل فيها، بيقعدوا معايا اتنين واشوفهم مهتم، يقعد في الاخر يقول لي تعالى اعمل ده، تعالى شوف ده، حط ايدك هنا، امسك كده. خلاص هو انا شايف ان هو مهتم. تمام. دكتورة ياسمين فتحي، سنة 5 وبتعلم أسباني وألماني مع كورسات وكده، وعايز أسافر ألمانيا إن شاء الله، بس المعظم دكاترة أكبر مني أسألهم على المعادلة بيرشحوا كندا أكتر. طب لو كل الناس راحت كندا ألمانيا هتعمل إيه؟ من غير الأطباء المصريين، والله الأطباء البشريين المصريين. بص، موضوع المعادله وكده انا يعني مش هقدر، ما يعني اجابات بالنسبه للمعادلات وغيرها، ما يعني مش هينفع. خليني لما انا ممكن اخلصها 100%. ممكن يعني انا مش انا ممكن الشخص انا ممكن انا اقول طيب ان احنا زي ما انت قلت يا دكتور احمد في الاول، ان انت مم. لازم تخليك تدور على على الندره، على السكرستي، انك تروح بالظبط لمكان الناس مش كلها بتراش عليه. بالظبط يعني كملي كل يا الناس دكتوره في بتبقى. اتفضل يا دكتور. لا اتفضل. هي دي فكره ان انت مش هتروح، يعني حاول لو انت عايز تنجح كان في كلمه لسميح سويرس، مهم. يقول لك انا ما بحبش الكومبيتيشن. عنده حق. صحيح. يعني بمعنى ان انت لما صحيح. تخش مجال انت الوحيد اللي فيه، انت هتنجح بسرعه. صحيح. بس دكتوره ياسمين، نصيحه شخصيه مني ليكي، كملي في الالماني، ادرسي الماني كويس، اعملي معادله الالماني. المانيا محتاجه وفيها فرصه احسن، او اسهل يعني، غير طبعا القرب الجغرافي. غير كده كمان انا بنصحك انك لازم تشوفي الحلقه بتاعت يوم السبت يوم 29. معانا استاذ في جامعه في المانيا، تمام، استاذ مصري، وهو دبلومات واخد ريزيدنسي في المانيا، وهيقدر يكلمنا على المانيا اكتر من كده، وهتكون حلقه مفاجاه. فانا انصحك تكملي الماني، ونقدر برضو انك نساله نفس السؤال ده تاني يوم السبت ان شاء الله. شكرا لتيم إسافة ان هم نزلوا اللينك بتاع الاي جي بتاع دكتور احمد محسن على في الشات بوكس اللي عايز يتابعه. استاذنكم بعد اذنكم، تيم إسافة ننزل نفس اللينك في الفيسبوك لايف. دكتوره اسماء طه، دكتور احمد، ممكن الفرق بين الار سي ام والدي سي ام والاتش سي ام؟ لان هنا المستشفيات بتكتب تقارير بينهم بدون اي استدلالات، والدكاتره بتقول انها بتشخص بالسماعه، والكلام غير مناسب تماما لحالات زي دي. ازاي يا ايوه، دكتور الكلام بص ده عامه والفرق؟ هو التشخيص عن طريق الايكو، عشان بس نبقى عارفين. تمام. باختصار شديد اتش سي ام هو تضخم العضله، وبالتالي لو العضله متضخمه اكتر من 6 مللي او 6 مللي فيما فوق، ده تضخم. ده اتش سي ام. الدي سي ام هو ضعف عضله، وده معناه ان الفانكشن او الكونتراكتيليتي ضعيفه. تمام. وفي وليها قياسات يعني. بس في القطط عامه الشورت رينج فراكشن المفروض في الايكو ما يقلش عن 34%، فتلاقي مثلا 30%، 25. فده في القطط، احنا بنتكلم عن القطط، ده ضعف عضله القلب. الار سي في ام هو الريستريكتيف كارديوميوباثي،
وده باختصار كده اثناء ال... ده بيتقسم اتنين يعني. ان العضله برضو بتكون فيها مشكله يا اما في المايوكارديوم يا اما في الاندوكارديوم، وبالتالي بتاثر على الاستيفنس او بتاثر على الكومبلاينس بتاعه العضله، وبالتالي الفيلنج او الامتلاء القلب بيواجه صعوبه، لان هو مش العضله مش طب كومبلاينت. العضله ما بس بتريحش. بالظبط كده. وبالتالي كل دول بيتعرفوا عن طريق التانية. بتتعرف الاخر واحده اللي هو الار سي ام، بنعرفها عن طريق الدوبلر، بالذات فحوصات الدوبلر، بالاضافه لشكل العضله او شكل الاندوكارديوم. بس كده. كله بيتحسب بالاخر في الايكو بس. اخر السؤالين هندمجهم في بعض لان هما من نفس الميه. سؤال دكتوره منال على الزوم، وسؤال دكتور احمد الشربيني على الفيسبوك لايف. دكتور احمد بيقول اغلبيه الكورسات محتاجه فلوس كتير، فهل حضرتك تنصح بكورسات مجانيه معينه المحاضرين بتوعها هيكونوا كويسين؟ خصوصا ان موضوع الكورسات المدفوعه في ظل الدراسه في الكليه بيبقى صعب الى حد ما. وفي انا قلت الناحيه لك الثانيه دكتوره منال بتتكلم على ازاي م- نطور نفسنا واحنا اوريدي شغالين في العياده. تقريبا الاثنين نفس الميه يعني. بص، بالنسبه للجزء بتاع آه، تتعلم باقل التكاليف، اي انسان ممكن يتعلم عن طريق في كورسات. النهارده انا قلت لك في حاجات اسمها على سيفا وبرينجر اللي هم بتاع شركه الادويه يعني، تمام، مهم. واذا اوتي اللي عندهم اكاديمي على النت مليانه محاضرات، مليانه محاضرات سيفا وبرينجر واذا اوتي. وانا يعني فاهم، انا مش باخد منهم فلوس، مش بديلهم معايا ولا حاجه، بس انا اقصد ان دي حاجات مجانيه، محاضرات مجانيه. تمام. ده الجزء الثاني بتاع ازاي تطور نفسك وانت شغال. لازم تبقى ليك وقت، حتى وانت شغال لازم يبقى ليك وقت للمذاكره، لازم يبقى ليك وقت وانت بتتعلم، لازم يبقى ليك مثلا في السنه تروح مؤتمر. لو انت بتشتغل او بتاخد فلوس وكده، لازم تروح مؤتمر تشوف حاجه جديده، تشوف هم بيعملوا ايه جديد. بس ده لازم كورس. وما شاء الله يعني في اوبشنز كتير. صحيح دكتوره منال، لازم القرايه والمذاكره يا دكتوره منال، ولازم المذاكره يوميا. ولازم احنا اي دكتور شغال لازم يبقى بيحط دي من ضمن اليوم بتاعه. انت لو بتشتغلي 8 ساعات يبقى في 9، يبقى انت اعتبري نفسك بتشتغلي 9 ساعات. لو بتشتغلي 10 اعتبري نفسك بتشتغلي 11، 10 ونص. هيفرق على المدى، على التراكمي، على المدى البعيد هيفرق. لازم كل واحد فينا يعتبر ان جزء من مرتبه اللي داخله ده هو بيدرس بيه، هو بيتلقاه نظير ان هو يقعد مظبوط، هو في اخر انفستمنت في اليوم الاخر. نص ساعه يقرا. لو انت نعم. حتى لو انت حتى المرتب قليل جدا ومش قادر تعمل انفستمنت، طب ما انت الكتب ببلاش، البي دي افات موجوده، اليوتيوب نعم. فيديوز موجوده. اقل شيء كل يوم لو انت عايز تبقى دكتور شاطر فعلا وتمثل نفسك وتمثل بلدك، على اقل شيء نص ساعه كل يوم. صحيح يا دكتور؟ نعم، كلام مظبوط 100%. اوكي. آه، شكرا ليك يا دكتور وشكرا لوقتكم. احنا اتشرفنا بيك النهارده وكانت حلقه جميله. اتمنى انك قريب ان شاء الله تكون معانا في حلقه جديده ان نتكلم شاء فيها الله، اكتر على ان شاء امريكا الله، وعلى المعادله ان ان شاء الله، ان شاء الله. شاء الله. دي كانت حلقتنا النهارده، ابيسود 4 من دوري بودكاست ذا بيت هو تشيزد هيز هارت بيت. ان شاء الله باذن الله الحلقه الجايه بعد بكره على طول، ان شاء يوم الله، ان شاء الله. 29. يوم يلا، 29. شكرا دكتور اسلام. يوم 29 ان شاء بالتوفيق. الله عندنا دكتور احمد عبد اللطيف. دكتور احمد عبد اللطيف هو دبلومات في المانيا واستاذ في الجامعه، وبقى له 18 سنه شغال في المانيا، راجل خبره كبيره. هيكلمنا اكتر على الالترا ساوند والسي تي والام ار اي والاكس راي، وهيكلمنا كمان عن رحلته اللي ابتداها من اسيوط لحد المانيا. خليكم معانا يوم السبت ان شاء الله الساعه 9 توقيت القاهره مع دكتور احمد عبد اللطيف ودوري بودكاست. وشكرا جزيلا، تصبحوا على خير.